سامعين يا شباب؟ سامعين يا باشمهندس. طيب كويس. مش عارف لو في حد من الجروبين اللي هيعملوا برزنتيشن النهارده، في حد منهم موجود؟ موجودين يا باشمهندس جروب 6. طب خلاص تمام ماشي. ابدأوا الأول، عرفوا عن نفسكم كده والمايك معاكم. بس جروب 6 في زميل معانا يعني، بس هو عنده ظرف، هو بالظبط يعني 5 دقايق، فممكن نبدأ بالجروب التاني قبل ما يكون موجود. مفيش مشكلة. طب الجروب التاني موجود ولا إيه؟ موجودين يا باشمهندس. تمام ماشي. ممكن تبدأوا الأول، عرفوا بنفسكم كده لغاية ما الجروب التاني كده يجهز. ممكن تعرفوا بنفسكم كده وتبدأوا في المشروع على طول. خلاص ماشي، ازاي افتحي كده البرزنتيشن؟ تمام السكرين واضحة؟ واضحة انت أيوة. جايبة شايفين تيمز دلوقتي مش جايبة التيمز. البرزنتيشن. تمام. تمام. طيب مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا باسل ومعايا زينة وعزت، احنا التلاتة كنا مشاركين السنة اللي فاتت في ليفل 3 في الاس سي اي. البروجكت بتاعنا كان بيتكلم عن المشكلة بتاعة الستورمز ومشكلة العواصف. هنخش ان ديتيلز في البروجكت دلوقتي، وانا هكلمكم عن تفاصيل البروجكت، وزينة هتكلمنا عن التجربة بتاعتنا في الاس اي وايه اللي طلعنا بيه منها، وازاي كانت تجربة مثمرة معانا يعني. عزت للأسف كان هيكون معانا النهاردة، بس هو حصل له ظرف وما قدرش إنه يخش، كان نفسه يخش معانا بس ما عرفش. بس يلا زينة، هات سلايدز أول ما سلايد في المشروع. أوكي. المشروع بتاعنا اسمه تايفون هارنس. من السلوجان بتاع المشروع أو شعار المشروع اللي في الأول، هو المشروع بتاعنا بيعمل 3 بوينتس ببساطة. أول حاجة من اسمه إن هو بيبروتكت فروم تايفونز أو من العواصف، من العواصر. وبعد كده بيجنريت باور. الباور دي بيطلع بيها أو بينقي بيها المية. طب إيه كل ده وإيه الحاجات المعقدة دي وإحنا وصلنا هنا إزاي؟ الموضوع ده بمنتهى البساطة، إن إحنا في الأول كنا بنعمل سيرش على كذا لوكيشن نبني فيه المشروع. أوكي. كل واحد فينا كان جايب لوكيشن مختلف، وكل واحد فينا في اللوكيشن المختلف ده كان طالع بمشكلة مختلفة في المكان بتاعه، لأن إحنا اتعلمنا في الاس إن إحنا لما نبدأ البروجكت بنبدأه بالبروبلم أو بالمشكلة اللي أنت البروجكت بتاعك عايز يحلها، مش بالفورم. مش بتبدأ إن أنت تعمل مبنى شكله حلو أو حاجة شكلها جميل، أو والله أنا شفت مبنى فلاني فعايز أقلده. لا، أنت بتبدأ البروجكت بتاعك بإن أنت بتارجت مشكلة حقيقية عايز تحلها. فكل واحد فينا دور على اللوكيشن، كل واحد فينا طلع مشكلة، ولكن إحنا استقرينا على مدينة في الفلبين اسمها هيتيه. طب ليه اخترنا ليتيه؟ لأن هي جمعت فيها كذا مشكلة كانت موجودة في مدن تانية. مثلا عز كان طالع بمشكلة موجودة في المكان اللي هو اختاره، إن هما كان عندهم نقص في المياه النظيفة. أنا المشكلة اللي أنا كنت طالع بيها اللي هي مشكلة obvious جدا، اللي هي بتاعة الأعاصير. وزينة برضو كانت طالعة مشكلة بالحالة الاقتصادية والحالة النفسية مع الناس في المكان اللي هي كانت مختاراه. فقلنا والله المكان ده بيكومباين التلات مشاكل اللي احنا كل واحد فينا كان عايز يتارجتها، وكان عنده اوريدي نوعا ما فكرة إن هو ممكن يحل الموضوع ده إزاي. بناء عليه إن إحنا اخترنا المدينة بتاعت ليتيه، وبدأنا إن إحنا نتارجت إن إحنا نحل المشكلة دي إزاي. طيب اخترنا المشكلة بتاعتنا، بدأنا إن إحنا نعمل أناليسز ونعمل ريسيرش كبير جدا، وده يمكن أكبر مرحلة خدت مننا وقت في البروجكت.
ودي برضو من الحاجات اللي انا اصلا او احنا ما كناش واخدينها في الاعتبار، ان قد ايه بيكون في مجهود كبير بيتحط في مرحله الريسيرش اصلا قبل البروجكت بتاعك انت. اغلبنا دايما بنعمل مثلا كذا سيرش بسيط عن حاجه معينه مثلا انترستنج، وبعد كده نروح بادئين ان احنا واخدينها حاطينها في البروجكت على طول. لا، احنا اتعلمنا ازاي نعمل ريسيرش ديب، وازاي ندور في المشكله ونوصل لجذورها. وكمان احنا خدنا الموضوع ليفل ديبر كمان، وبدأنا ان احنا نقرا ريسيرش بيبرز، نقرا ورق ابحاث علميه، نخش في سوليوشنز جديده للموضوع. فبعد ما عجبنا المشكله وعملنا اناليسيز ليها وعملنا الريسيرش بتاعنا، بدأنا ان احنا نحل المشكله دي. طيب الحل بقى فين، او انت الكرياتيفيتي هتطلع فين؟ الكرياتيفيتي هتطلع في ان انت هتلاقي حاجه مش معمول لها امبلمنتيشن للاخر، او ريسيرش مش كامل للاخر، وازاي الحاجه دي تاخدها تدمجها مع الاركتكتشر او مع العماره. الريسيرش في العماره ما بيقفش عند العماره، انت عشان تطلع بحاجه كرياتيف، تطلع بمشروع كرياتيف، لازم تعمل ريسيرش اوريدي بره الاركتكتشر، ولازم ان انت تمشي في خطوات الريسيرش للاخر، مش اللي هو توصل لحته ميكانيكال وتقول والله لا دي ميكانيكال، دي مش بتاعتي، توصل لحته فيها مثلا فيزيكس او حاجه تقول والله لا دي فيزيكس، دي مش بتاعتي. توصل للريسيرش بتاعك للاخر، ومش بس مجرد تعمل ريسيرش اخدت شويه داتا وخلاص شكرا، لا، انت ازاي الداتا دي بقى تاخدها تدخلها في الاركتكتشر بتاعك. فاحنا وصلنا للديفايس في البروجكت بتاعنا كان معمول له ريسيرش اسمه السولتر سينك. السولتر سينك ببساطه هو ديفايس بيبرد سطح المحيط عن طريق حاجات ميكانيكال وكهرباء، بان هو بياخد ميه يضخها على سطح المحيط، فبيمنع الاعصار يتكون. الاعصار بيتكون بسبب كذا حاجه يعني، بس عشان ما نخشش ان ديتيلز. من الاسباب الرئيسيه في تكون الاعصار ان هو سطح او درجه حراره سطح المحيط بتسخن عندي. فلما درجه حراره سطح المحيط بتتخن، جه ايه ده زي ما تقول الشعلة أو الشرارة اللي بتبدأ التايفون عندي. فعشان كده الديفايس ده كان بيتارجت المشكلة دي، ولكن هو كان في مشكلة كبيرة جدا، إن هو أول حاجة بنكونسيوم باور طبعا رهيبة عشان أنت تاخد مية وترجع تضخها لفوق وهكذا وخلافه. فإحنا عملنا الكونسبت بيتطبق، بس العكس، بدل ما هو محتاج باور بيطلع باور ازاي؟ ببساطه ان احنا دخلنا برضه في ريسيرش حاجه، واحنا كل ده ما بتكلمش في اركتكتشر، احنا هنيجي الاركتكتشر، بس انا بتكلم في الكونسبت اصلا او الفكره القويه اللي المشروع مبني عليها. دخلنا في ريسيرش على الفيزيكس وبارتيكلز الميه ومش عارف ايه وبتاع، وعرفنا ان احنا لو عملنا الديفايس بديزاين معين حطيناه في بوزيشن معين، هنلاقي ان الميه لوحدها هتبدا تفلو جوه الديفايس ده وتبرد هي درجه حراره سطح المحيط. فاحنا كده حلينا يعتبر اول مشكله خالص. بعد كده دخلنا في تاني مشكله اللي هي بتاعت او دخلنا في تاني مشكله اللي هي بتاعت ان مفيش ميه نظيفه. قلنا والله الحركه بتاع اللي جوه السولتر سينك دي هتبدا ان هي جنريت باور، الباور دي انا هاخدها اطلع بيها كهرباء، الكهرباء دي هستخدمها في محطه تحليه عاديه خالص، الميه دي النقيه هبدا اوديها للناس. وفي نفس الوقت انا بدات ان انا انعنش الاقتصاد او الحاجات اللي الجزء بتاع الدوله الفقيره او المكان اللي يعني من مشاكل اقتصاديه في اللي انا ببني فيها. فانا كده عملت تارجت للثلاث مشاكل. ده كل ده في الكونسبت بتاعنا في الدرونز. هنشوفه قدامكم تحت على الشمال في الجزء بتاع الجزء بتاع الميكانيكال، او ازاي بنشرح البارتيكلز جوه السولتر سينك بتشتغل، وازاي بيبرد درجه حراره سطح المحيط. وبعد كده كل دي كلام جميل وكلام نظري جميل وكلام حلو جميل، ولكن اخدناه بقى، هاتي كده زي السلايد اللي بعدها، دمجناها بقى مع الاركتكتشر او مع الفورم بتاعتنا. بدانا ان احنا نستخدم راينو وجراس هوبر بحيث ان احنا نطلع باحسن شكل الفورم، يكون انسيابي معانا، وفي نفس الوقت يحقق عندنا الكونسبت بتاعنا، يكون بيعبر عن المبنى بتاعنا، ويكون ملائم للفانكشن بتاعتنا، عن طريق ان احنا استخدمنا جراس هوبر وطلعنا بكذا حاجه وكذا اوبشن لغايه ما رسينا على اوبشن معين في الكتله. احنا كده اتكلمنا عن الجزء بتاع الديزاين في المشروع، لكن جزء البرزنتيشن بقى لما جينا نقدم المشروع قدمناه بطريقه مختلفه، عن طريق ان هو قدمناه كستوري. بدأنا إن إحنا نحكي المشروع عن طريق في زي ما تقولوا فريمز أو زي ما تقولوا قصة. بتبدأ بقى فيها الشخصية تروح مش عارف إيه وبتاع، عندنا مين كاركتر، وفي الآخر يعني بيوصل في نهاية الستوري المشروع إزاي بيشتغل، والمشروع بيشرح إن هو إزاي بيشتغل طول القصة دي. فالستوري طبعا أنا مش هقعد أشرحها لأن هي طويلة، يعني أتمنى إن أنتوا تبصوا عليها وتعرفوا كل حاجة في القصة دي. وبس ده تقريبا كل حاجة عن إيه، عن المشروع بتاعنا. زينة دلوقتي هتكلمنا عن بقى الاكسبيرينس بتاعتنا في الاس اي بشكل عام. اتفضل يا زينة. مساء الخير.
وانا حابه اعرفكم بنفسي. انا اسمي زينه عجمي. احنا جروب 01 السنه اللي فاتت. كنا شاركنا في الاي سي اي واخدنا مركز خامس. احنا كلنا من هندسه بورسعيد، قسم عماره وتخطيط. احنا دلوقتي يعني زي ما مثلا شرح المشروع وايه الفكره بتاعت المشروع وكل حاجه. احنا دلوقتي بس عايزين يعني ندخل شويه في الكواليس او نشرح البروجرس بتاعتنا. اول حاجه عايزين نتكلم عن اصلا فكره ان انا ادخل مسابقه، او ازاي ممكن هي تبقى مثلا فكره غريبه للبعض في الاول، ولكن هي حاجه مهمه جدا زيها زي اي يعني مشروع مهم انت بتحطه في البورتفوليو، او حاجه بتحطها في السي في بتاعتك، او حاجه عامه مش عشان بس البورتفوليو عشان السي في، لا اي حاجه اصلا بتقوي في الاكسبيرينس بتاعتك. لان شغل الكليه مختلف عن شغل المسابقه، مختلف عن شغل الشغل بره او سوق العمل بره. كل حاجه ليها سكيل مختلف مش زي بعض تماما. فانت لما بتدخل في مسابقه، سواء مثلا مع ناس ما تعرفهاش، في جروب مكون من ناس ما تعرفهمش، او جروب مثلا صحابك بس يكون مختار، يعني هنتكلم عن حوار التيم ده بعد كده. فانت بتكتسب اكسبيرينس مش جديده، مش انت ما اتعودتش عليه قبل كده، سواء في شغل حتى لو اشتغلت قبل كده في جروبس في الكليه او في تيمات عامه. احنا كانت تجربتنا كتيم مختلفه شويه، ان احنا دخلنا يعني ليفل. المفروض ان الاس اي لما بتنزل مثلا الليفلز بتوعها او كده، فمثلا ليفل 00 اللي مثلا طلبه تارجت مثلا طلبه سنه اولى او طلبه لسه داخلين وهكذا. فليفل 03 كان متارجت الناس اللي هي سواء في السنه الاخيره او في السنه اللي قبل الاخيره. احنا كنا في سنه تانية، يعني احنا كنا لسه خارجين من سنه تانية. هو الموضوع ده كان ليه حاجه ايجابيه وكان ليه حاجه سلبيه. الحاجه السلبيه ان انت طبعا بيبقى فيه ستريس شويه، او ان انت فجاه بتلاقي نفسك مثلا في سكيل مشروع انت مش متعود عليه، سكيل مشروع كبير برضه، تاسكات لا كان في شغل واشتغلنا بايدنا، وكانت المحاضرات والزوم ميتينجز وكل الحاجات دي. فكان في برضه اللي هو ايه، الموضوع كان حاسين ان هو كبير شويه، ولكن في نفس الوقت دي حاجه ايجابيه ان انت لا بتتعرض برضو لسكيل مشروع مختلف، بتتعرض لاكسبيرينس مختلفه. فجاه بتلاقي نفسك بتتعرف على حاجات جديده، يعني حرفيا جديده، وان انت بتشتغل في سكيل مشروع لا انت فعلا ما اشتغلتش فيه قبل كده. فهي دي كانت حاجه كويسه، يعني اتعرضنا شويه ضغط شويه تعب مجهود، ولكن لا في الاخر برضو كانت كل حاجه صعبه بيبقى ليها الريزلتس بتاعتها. برضو المشروع بقى اللي احنا اشتغلنا عليه، او الكونسبت بتاع المشروع نفسه في مشاريع ليفلز 03 كلها، هتلاقوا ان هي مشاريع فيوتشرستك، هتلاقوا ان هي مشاريع يعني احنا مثلا في الكليه. انا لسه كنت بقول ان سكيل المشروع ده او المشروع بتاع المشاريع بتاعت المسابقات عامه، انت بيبقى عندك المساحه ان انت تطلع كل حاجه في خيالك. يعني مثلا احنا في الكليه، في المشاريع بتاعت الكليه بيبقى فيه requirements معينه، بيبقى فيه متطلبات معينه للمشروع، بتبقى فيه حاجات شويه محدده ان انا مثلا اعمل حاجه، لا يعني اسيب المساحه الخيالي ان انا اعمل كل حاجه. طبعا من ضمن المحددات دي الوقت، سواء الوقت او متطلبات المشروع او ايا كان. فانت في المسابقه بيبقى عندك مساحه فيه شويه ان انت لا تطلع كل حاجه في خيالك، او ان انت تسمح يعني للابداع شويه ان هو يشتغل اكتر من الريكويرمنتس اللي بتبقى حواليك. وده فعلا اللي حصل في المشروع ده، اللي باين جدا عن سواء مشروعنا وزمايلي او سواء باقي المشاريع التانيه اللي معانا في باقي الليفلز. هتلاقوا ان فعلا المشاريع باينه ان هي وحتى كمان في مشاريع يقولوا يعني اللي هيدخل ليفل 3 السنه دي برضه هيتعرض. يعني احنا في ليفل 3 كنا دايما المحاضرين يعني كانوا بيعرضوا علينا مشاريع ايفولو، كنا دايما بنشوف النوع ده من المشاريع. وحابه بقى انوه على حاجه بعد ما اتكلمنا يعني عن سكيل المشروع وكده. زي ما بس اللي كان بيقول دلوقتي، احنا لما عملنا ميتنج في الاول التيم، يعني كل واحد كان جاي بمشكله، وده التفكير اللي هو لاي معماري، يعني ان انت بيبقى عندك بتختار السايت، بتشوف المشكله بتاعت السايت ده، بتشوف الستيك هولدرز بتوعه، بتشوف مين هيستفاد من حل المشكله. فاحنا كل واحد كان جايب سايت، كل واحد كان جايب مشكله، كل واحد كان بيفكر تفكير مختلف. يعني في حد كان مثلا، يعني انا مثلا كنت بفكر في الاستراكشر وازاي السكاي سكريبر دي هتتشال وما اعرفش هنعمل ايه وبتاع. فكل واحد كان ماشي في اتجاه ازاي بقى ان انت وانت في التيم ان انتوا
مش لازم بالضرورة تحاولوا تخلطوا كل الأفكار دي، ولكن يعني الحاجة المفيدة اللي أنا طلعت بيها إن أنت ما ترميش فكرة، أو اللي هو لأ ما تقولش لأ أنا هاخد فكرة واحدة من التيم، الفكرة دي حلوة أوي خلاص هنتبناها ودي اللي هنمشي عليها في باقي المشروع، لأ يعني حاولوا إن أنتوا يعني إحنا مثلًا زي ما باسم كان بيقول دلوقتي إحنا السكاي سكريبر بتاعتنا هي جزء أكتر ميكانيكال، وهاتكلم عن الجزء الميكانيكال ده أكتر شوية. طيب ايه اللي جاب محطة التحلية؟ يعني ايه اللي جاب تحلية المية اللي انا هعمل حاجة تحمي من العواصف للسولتر سينك لكل الحاجات دي؟ هي كانت ببساطة ان عزت كان جايب فكرة في سايت، وباسل كان جايب فكرة في سايت يعني مشكلة في سايت تاني، وبعدين قعدنا نفكر طب ناخد دي ولا ناخد دي، طب ايه ده احنا ممكن نعمل حاجة في تحلية المية وفي نفس الوقت نشوف الورقة البحثية اللي كان بس بيتكلم عنها ان هو اختراع السورتر سينك، اللي هو الحاجة دي لسه ما كملتش او لسه بيجربوا فيها ان هي تحمل وهكذا. يعني ان انت تتبنى الافكار بتاعتك وتشوف انا هل انا هاخد فكرة واحدة ولا انا ممكن اطلع بخليط من الافكار دي في حاجة فعلا تعمل لي تجربة جديدة وتعمل لي اكسبيرينس جديدة وتعمل لي حاجة جديدة انا اول مرة، يعني انا اول حد لسه اعملها. فهي دي الفكرة. كنت لسه بقول لكم على حوار ان السكاي سكريبر دي ده جزء الميكانيكال اللي هو اكتر ايوه انت في المشاريع دي، ولما هتشوف كمان المشاريع اللي بتشارك في مسابقه ايفولو وعامه، يعني اللي انا عايزه اقوله ان في حاجه، يعني دايما اي مشروع الكونسبت بتاعه بيظهر في حاجه معينه. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انا كنت زي ما بقول لكم من شويه انا حد مثلا مركز قوي في الحته الاستراكشر وفي حته انا هشيل المشروع ازاي، طب احنا هنعمله في الميه، طب معرفش، طب في الميه واقعد ابحث في الموضوع ده كله. ده جميل، ولكن لازم تبقى مركز ان كل مشروع فيه حاجه بتميزه. يعني ايه حاجه بتميزه؟ يعني احنا مثلا المشروع بتاعنا الحاجه اللي بتميزه او السبوت لايت بتاعته هو الجزء الميكانيكال. هو المشروع احنا معماريين كل حاجه والمشروع معماري 100%، ولكن هو الكونسبت بتاعه اجزاء ميكانيكال، ان هو بيحل مشكله معينه بشكل ميكانيكال. دي السبوت لايت ده دي اللي احنا ظهرناها في السكشن، ظهرناها في الرسومات بتاعت التكنيكال دروينجز، كل الحاجات دي هي ده الكونسبت بتاع المشروع. مش بالضروره يعني في حد لا انا الكونسبت بتاعي في الفورم، الكونسبت بتاعي في البلانات، الكونسبت بتاعي في حد في مشاريع تظهر الكونسبت بتاعها في السكشن حرفيا، اللي هو انا لا انا في حاجات معينه عايزه اظهرها في السكشن. فهو ده الفكره، ان انت عندك مشروع معماري متكامل، ولكن انا مثلا يعني كلجنه تحكيم، لجنه التحكيم مثلا او اللي بيشوف المشروع ده هيبقى عايز يشوف انت ايه الحاجه اللي انت ركزت عليها وهي دي فعلا اللي اديتها. ما انت في مشاريع هتشوفها ما فيهاش بلانات، يعني انا في مشاريع في مسابقه ايبولو او مشاريع هتشوفها عامه من النوع ده مثلا ازاي مشروع ما فيهوش بلانات. ايوه هو عنده فكره، هو عنده كونسبت معين في المشروع بتاعه، هو ده اللي عامله عليه السبوت لايت كله. فدي برضو حاجة أنا كنت عايزة أوضحها في فكرة الكونسبت بتاع المشاريع، أو فكرة الحاجة اللي الكونسبت اللي أنت بتتبناه في المشروع. عايزة أتكلم شوية برضو عن فكرة التيم، أو فكرة إن أنا اتكلمت في الأول عن المسابقة وأهمية إن أنت تدخل مسابقة وكل ده. لما نيجي نجمع تيم او لما نيجي ندخل في التيم، سواء انت لو دخلت مع ناس ما تعرفهاش يعني مش صحابك او كده، او ايا كان دخلت مع ناس صحابك، لازم يبقى عندكم بس استراتيجيه وانتوا بتكونوا التيم، ان كل واحد بيلمع في حاجه او كل واحد بيلمع في حته. يعني ايه؟ يعني كل واحد، يعني مش الاربعه اللي معايا احنا كلنا شاطرين في الريندر، او مش الاربعه اللي معايا احنا كلنا شاطرين في حل البلانات، او مش الاربعه معايا كلنا شاطرين في الريسيرش. لا، الذكاء ان انت لما تيجي تكون تيم تكون كل واحد عنده حته هو اكتر حاجه هو شاطر فيها. تمام؟ يعني انا مثلا مش عشان انا عايزه ادخل مع اصحابي فاروح ادخل في مسابقه واحنا كلنا حرفيا لا، ده مش الصح. وزي ما قلت لكم من شويه، فكره ان انت برضو تحاول ان انت تطور اكتر من الافكار بتاعتك لما تبقوا تيم. خلوا عندكم حته النقاش، او ان انتوا تجتمعوا مع بعض في ميتنجز تقولوا كل افكاركم. مش حته ان انا لا انا الفكره دي عجباني خلاص هي دي الفكره اللي انا هعملها، لا. فكروا اكتر في ان انتوا ازاي تطوروا الافكار بتاعتكم، وزي ما قلت لكم دونوا كل الافكار اللي بتجيلكم وكل الافكار، لان كل واحد هتجيله فكره هتنور في دماغه لما يعرضها على باقي التيم. حاولوا ان انتوا تسجلوا كل الحاجات دي، لان الحاجات دي لما تيجوا تطوروا عليها وتشتغلوا عليها وتحاولوا ان انتوا تجمعوها مع بعض هتطلع لكم فكره انتوا اول مره تطلعوا بيها.
عايزين نتكلم برضو عن اهميه البرزنتيشن تقريبا، بس اللي برضو قال الحته دي ان انتوا ازاي تطلعوا البرزنتيشن بتاعكم بشكل مختلف. يعني احنا معماريين كل حاجه، بس برضو اهميه الكولاج، اهميه ان انت تعمل ستوري للمشروع بتاعك. الفيجوالز مهمه قوي، وفكره ان انت تخلق فعلا ستوري للمشروع بتاعتك دي بتكون يعني بتزيد من مصداقيته. تمام. بس انا كده خلصت كل حاجه، ويا رب تكونوا استفدتوا يعني دي كانت تجربتنا مع الاي سي اي، وحقيقة كانت تجربه مختلفه واحنا استفدنا منها جدا 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 يعني. شكرا. حابب أشكركم جدا يا شباب. سامعني أول حاجة؟ الصوت بتاعي واضح؟ صوتك واضح. حابب أشكرك جدا يا باسل، وحابب أشكرك يا زينة. أظن إن هو الجيرني دي الحلو فيها إنه يمكن الواحد كان بياخدها معاكم يعني. برضو من اللطيفة إن إحنا كنا موقفين ليفل 03 السنة اللي قبليها، فزي ما هي كانت تجربة جديدة بالنسبة لكم إلى حد ما، كانت تجربة برضو جديدة بالنسبة لنا. يعني إحنا قلنا إنه ليفل 03 السنة اللي فاتت إحنا عايزين إن إحنا نطلع منها حاجة مختلفة تماما، وعايزين إن هو نبوست فيها ونفيد فيها بشكل كبير جدا. ويمكن كنا محظوظين جدا انه الدفعه الاولانيه في موضوع الرجوع ل 03 ديت كانت دفعه موتيفيتد جدا وقويه جدا يعني في رايي يعني. نقطه مهمه جدا جدا انتوا ذكرتوها، هي نقطه انه المشروع بيبدا بمشكله وحل المشكله. يمكن دي نقطة حقيقية وواقعية يعني. حتى يمكن لما احنا بنتكلم في ايفولو ككومبيتيشن او في 03 كليفل، دايما احنا بنكرر فكرة ان احنا عايزين نبوست الكرياتيفيتي. يعني الكرياتيفيتي موضوع مهم جدا، ولما بتحصل مشكلة حقيقية او لما يكون عندنا مشكلة حقيقية زي المشكلة اللي انتوا قلتوها مثلا، فكرة الاعاصير وكده، او مشاكل مثلا زي حصلت ريسنتلي مثلا فكرة كورونا مثلا، وازاي نتعامل مع كورونا، وازاي المستشفيات تتعامل مع مع المشاكل اللي هي الغير متوقعة دي. فبتبقى محتاجة حلول برضو كرييتيف او حلول بره الصندوق. يعني مشكلة حصلت فجأة، الدنيا اترجت ومحتاجين لها حل سريع، وبالتالي بيجي هنا فكرة ان هو محتاجين ناس يبقى عندهم فكرة البروبلم سولفينج مايند سيت. ازاي ان هو نعمل ريسيرش بروبر، ازاي ان احنا نحس بالمشاكل الموجودة عندنا ونحلها ونعالجها والكلام ده كله يعني. اعتقد البرزنتيشن بتاعكم بيوري بوضوح الفكرة بتاعتكم، ازاي انه قدرتوا تتغلبوا على المشكلة. ويمكن كان فكرة ان انتوا اتكلمتوا على الجزء الميكانيكال اللي كان موجود في المشروع بتاعكم. حابب برضو اتكلم على النقطة دي، يمكن لان احنا ما اتكلمناش عنها باستفاضة في اليوم بتاع امبارح. يمكن جزء كبير من الورشة برضو، اعتقد ان انتوا اوريدي خدتوا الجيرني ديت. فكرة ان هو برضو انه مش بس ان احنا نظهر مشكلة، ولكن نوفر لها حل بره الصندوق، ونوفر لها حل من خلال الاركتكتشر وبشكل سواء كان ميكانيكال او سواء كان ثرو تكنولوجي او اي حاجه من السياق دوت. فيمكن انتوا الابلكيشن بتاعكم كان امبرسيف يعني، لان هو انتوا خدتوا الكيس ستادي بتاعتكم بناء على ميكانيكال سيستم حقيقي قابل فعلا للتطبيق، قابل فعلا ان هو يتنفذ، وقابل فعلا ان هو يدي فايده للستيك هولدرز بتوعكم، ويدي ريتيرن كبير جدا او حل كبير جدا للمشكله اللي انتوا حطيتوها يعني. كمان نقطه انتوا قلتوها اللي هي فكره انه لما يبقى عندنا مثلا فكره انه كذا سايت. النقطة دي عجبتني جدا، ويمكن دي نقطة جوهرية في فإنه إزاي إن الواحد يشتغل مع تيم. يعني فكرة إن أنتوا ما كنتوش داخلين يلا يا جماعة في حد مثلا هيقول السايت دوت وإحنا كلنا هنمشي وراه. لأ، كل واحد خد فيكو الفرصة إن هو يدور على سايت مختلف، وإن هو يلاقي فكرة مختلفة، وإن هو يدور على السايت ويدور على المشكلة وينفستيجيت المشكلة دي فعلا، وبعدين قارنتوا ما بينكم وما بين بعض كتيم على المشكلة ديت يعني. ففعلا impressive work. انا فعلا يعني برضو دايما بكرر الموضوع دوت. انا كنت فخور جدا بالدفعة بتاعت السنة اللي فاتت، وانتم من التيمز اللي انا فعلا كنت فخور بيها بشكل كبير جدا. خاصة عشان نقطة انتوا قلتوها، فكرة ان انتوا كنتوا في سنة تانية، دي معلومة انا اول مرة اعرفها. ودلوقتي يعني الريسبكت اللي كان موجود عندي ده اتضرب في 3 4 تقريبا يعني. يعني كان تشالنج كبيرة جدا. انا كنت محضر لكم اصلا لستة اسئلة كده، ولكن
اهم سؤال دلوقتي جاي في بالي هي فكره تجربتكم كانت عامله ازاي، وانتوا يعني كان يمكن قدامكم فرصه ان انتوا تخشوا مثلا ليفل 1 او 2. دايما بيجي لنا السؤال ده اللي هو لو انا مثلا في سنه مش مشروع تخرج او كذا وعايز اخش ليفل 03، ايه حتى احنا نفسنا ما بنبقاش عارفين هل ننصح بالموضوع ده هل ما ننصحش بالموضوع ده. فقولوا لنا تجربتكم كانت عامله ازاي، ايه الباك جراوند بتاعتكم، ليه اخترتوا اصلا 03، هل انتوا كنتوا تعرفوا بعض قبل ما تخشوا ولا لا؟ انا عارف ان انتوا منشنتوا ان انتوا من نفس الجامعه يعني، فاعتقد كده ان كان في عصابه بتتكون قبل ما تدخلوا الورشه يعني. ولكن عايز اسمع منكم برضو التجربه بتاعتكم في الحته ديت، وازاي الموضوع ده ريفلكتد باك عليكم في الجامعه، وناويين الخطوه بتاعتكم تبقى ايه يعني. ادوني كده الفيدباك بتاعت الموضوع ده، حابب اسمع منكم انتوا الاثنين بالمناسبه يعني. ابدا انا ولا تبدا انت يا زين؟ ابدأ بس. ماشي. والله هو اصلا احنا اول ما دخلنا بجد بجد حرفيا كانت صدمه حضاريه بالنسبه لنا. احنا مثلا اول تو ليكتشرز ولا حاجه ما كناش فاهمين اي حاجه، بنحضر الليكتشر كده نقعد نتفرج على الشرح الجميل الكولاجز اللطيفه والحاجات اللي بتتقال، بعدين نخلص نفضل بقى ماسكين المحاضرات دي بنقعد نقراها اكتر من مره، نعمل ريسيرش مع نفسنا، نعمل حاجات. احنا فعلا ان احنا نعدي ليفل 3 اصلا بالنسبه لنا ان احنا نجتاز، ومش هقول لك ان احنا نعمل بروجكت حلو ولا خد مركز، ان احنا نجتازه اصلا بالنسبه لنا كانت تشالنج كبير جدا. احنا كنا لسه ناس يا دوب بنعمل موديلنج بالكاد والماكس، دخلت تقول لهم يلا يا جماعه عندنا جراس هوبر وبارامتريك ديزاين وفراكشر ديزاين وبروبلم سولفنج وسايد فينومينا. طبعا النقله بالنسبه لنا كانت كبيره كبيره جدا يعني. ولكن طبعا اي حاجه تشالنج، اي حاجه صعبه في الدنيا العائد بتاعها بعد كده طبعا كان كبير في الكليه. احنا الحمد لله تقريبا بعديها مشاريعنا في الكلية هي دايما بترتب المراكز الأولى. مشاريعنا في الكلية بتسمع بره الكلية، ومشاريعنا بقت مختلفة. مش هقول لك إنها يعني حاجة فانتازيا قوي زي إيفولو، ولكن بقى عندنا فكرة إن إحنا نديفلوب بروبلم سولفينج بسيط على قد المبنى اللي إحنا بنخشه. ما عندناش بنخش بيلدينج أو ما عندناش بنخش ديزاين حاجة ان احنا عايزين نعمل مشروع. مثلا كان عندنا مثلا مشروع مستشفى، ان احنا عايزين نعمل مشروع مستشفى وخلاص، انا اشوف الفلورز بتتحل ازاي، اشوف الكود بيتعمل ازاي. لا، احنا كنا بندور على مشاكل موجودة فعليا في المستشفيات الموجودة وبدأنا ان احنا نحلها وهكذا. فهو الاكسبيرينس كانت صعبة، وفي الاول بالذات كانت اصعب جدا، وكمان في مرحلة الموديلنج على راين وجراس هوبر كان بالنسبة لنا اعجاز علمي ان احنا اصلا نطلع بموديل. كنا بنعاني جدا جدا يعني. وباشمهندسة هدى يعني ايه كتر خيرها يعني وقفت معانا كتير جدا وشدتنا جامد يعني. هي فعلا ساعدتنا كتير طول الورشة، وكانت حتى ساعات بتخش معانا زوم ميتنجز اصلا من بره الورشه بره كل حاجه، تقعد بس تقول لنا نظبط الفورم ازاي ونعمل ازاي، فكتر خيرها يعني. ولكن لما قدرنا احنا نبوش ثرو الفتره دي ونعدي الكورس بعدها فعلا العائد كان كبير جدا. وانا بصراحه لو رجع بيا الزمن هخش ليفل 3 تاني. احنا ليه بقى اصلا دخلنا ليفل 3؟ انا وزينة وعزت كنا اصحاب في الكليه فعلا، واحنا العصابه كانت متجمعه قبل ما نخش ليفل 3. انا احنا قلت السبب كده والله. الوحيد والسبب الوحيد اللي خلانا نخش ليفل 3 في الاول ان احنا كنا عايزين نخش ليفل 2 عادي. انا هكون صريح معاك اهو، كنا عايزين نخش ليفل 2 عادي، ولكن احنا الليفل 2 قفل اصلا، الليفل 2 قفل. فدخلنا ليفل 3. بعد ما دخلنا ليفل 3 ليفل 2 رجع فتح تاني، بس احنا قلنا خلاص بقى كنا دخلنا ليفل 3 ودفعنا فلوس وبتاع، فقلنا ايه هنكمل في ليفل 3. ليه ما دخلناش ليفل 1؟ بصينا على حاجات ليفل 1 حسينا ان احنا لا، احنا مستوانا اعلى من شويه من الحاجات دي. كنا حاسين ان احنا مستوانا ليفل 2. لما ليفل 2 قفل انا قلت لهم مش هنخش حاجه اقل من مستوانا او ناخد حاجه احنا عارفينها، نخش حاجه اعلى بحيث انها تشدنا لفوق. طبعا ما توقعناش الفرق الحضري اللي كان هيكون موجود بين مستوانا بالليفل 3، ولكن هو الحمد لله فعلا بعد ما عدينا ليفل 3 لا احنا استفدنا قوي. كانت فتره صعبه وكانت تشالنجينج جدا. بس يعني انا بنصح فعلا لو اي حد في خلاص في سنه مشروع التخرج يخش، انت مش بعيد خالص. احنا السنه التانيه ودخلنا ليفل 3 وقدرنا نخلص الورك شوب وقدرنا نطلع بمشروع كويس. بس اتفضلي يا زينة معاك المايك. حلو قوي ان انت منشنت نقطة ليفل 2 دي. احنا فعلا كنا عايزين ندخل ليفل 2 في الاول، وفعلا كنا عمالين نقول لا خلاص مش هندخل ليفل 3 ومفيش فرق قوي وبتاع. فعلا بجد انا عمالة بفتكر فعلا الذكريات كلها، بس بنتكلم ان احنا اول كام محاضرة فعلا ما كناش فاهمين اي حاجة، وما كناش عارفين المشكلة فين يعني في الموضوع بالظبط. افتكرت
افتكرت احنا بجد تعبنا كتير قوي، تعبنا كتير قوي خلال الفتره دي، لان مش عارفين نطلع الفورم، مش عارفين برضو حوار ان احنا كنا اول مره نستخدم راينو. برضو باشمهندسه هدى وكده بجد كانوا، وباشمهندس احمد وباشمهندس محمد العلي برضو كانوا بيشجعونا كتير قوي. بس هي فعلا فرقت حتى في ستايلنا احنا يعني انا مقتنعه او كلنا مقتنعين ان كل معماري ليه الستايل بتاعه، فهي فرقت في الفيجن بتاعتنا بعد كده حتى في مشاريعنا. انا ما اعتقدش يعني حتى بس يعني ما اعتقدش ان احنا في خلال سنه ثالثه حد فينا طلع مشروع من غير كولاج، يعني كل مشاريعنا تقريبا عملنا فيها كولاجات حتى الماكت. محدش فينا طلع تسليمه من غير كولاج. بس بجد يعني الكولاج ده بقى حاجه اساسيه، اللي هو عايزة احنا نعمل ايه لازم هنطلع كولاج كانه حاجه في التسليمه. فبجد وبرده شغل، احنا كنا اول ناس في دفعتنا نشتغل راينو، نشتغل شغل جراس هوبر وكده، وبدانا برده نكتشفه. بس برده كان عامل مشروع مستشفى حلو قوي، كان عامل دراسات حرفيا اول مره حد يعملها، اللي هي في يعني في المحيط بتاعنا، يعني ان هي الدراسات بتاعت الحراره والدراسات بتاعت كل ده كان برضه بجراس هوبر. فلا جراس هوبر وراينو وكل الشغل ده زي ما احنا كنا بنقول في الاول، هي كانت حاجه سكيلها بالنسبه لنا كبير، او ما كناش فاهمين قوي في الاول، بس هي فرقت معانا بعد كده في الفيجن بتاعتنا، ولما كنا بناخد قرارات في المشاريع بتاعتنا وكل ده. فعلى قد فعلا انا زي ما قلت في الاول، يعني هي كل حاجه صعبه على قد ما هي بتبقى متعبه، وعلى قد كل التعب كل ده برضه بيبقى العائد بقى على قد ده في الاخر. الحمد لله كله في الاخر توفيق ربنا. بس وشكرا يا باشمهندس عبد الرحمن، يعني شكرا على الفتره. والله انا كنت متضايقه جدا لما الليفل ده خلص حقيقي. يعني بجد احنا كنا خلاص تعودنا 3 شهور اجازه حرفيا قاعدين بس في ليفل 3 مع الاس اي. فبس يعني شكرا والله يا باشمهندس عبد الرحمن. لا بالعكس، انا اللي حابب اشكركم يعني فعلا. انا مبسوط بالانرجي اللي كانت موجوده ديت، مبسوط ان انتوا استفدتوا في الاخر، ويمكن دي كنا بنكررها كتير. انا عارف بالمناسبه ان هو ليفل 03 مش بسيط، انا عارف ان هو الصدمه الحضاريه دي، ويمكن الصدمه دي احنا اتصدمناها قبليكم يعني، لان احنا تقريبا بننقل التجربه بتاعتنا. لما كنا بنتعلم نفس الحاجات دي ونقلنا لكم التجربه دي بنفس الطريقه، بنفس الصدمه الحضاريه، بنفس الازمات، بنفس المشاكل. يمكن انتوا حتى محظوظين ان انتوا يمكن خدتوا التجربه دي يعني بالعربي مثلا. دي يعني دي حاجه كويسه جدا ان حد قادر ياخد ويدي في الكلام وكده. عايز اقول لكم يعني مثلا كان في وقت من الاوقات مثلا الواحد قاعد مش فاهم الناس بتقول ايه اصلا كلغه مش كعماره. فكنت يعني الموضوع كان احيانا بيبقى تشالنجينج واحيانا بيبقى صعب، ولكن اللي احنا خدناه من اخر التجربه دي يمكن على تجربتنا احنا الشخصيه قبليكوا، انه هي كانت تجربه صعبه ولكن كانت مفيده جدا يعني. وانا مبسوط جدا ان انتوا شخصيا يعني حسيتوا بالموضوع دوت، حسيتوا بفرق، حسيتوا ان انتوا استفدتوا. ويعني فعلا انا مش معنى ان انتوا خلصتوا ليفل 03 معناه ان انتوا خلاص كده انتهى الموضوع. عايزين نشوفكم في كومبيتيشنز، عايزين نشوفكم تعملوا حاجة الصيف دوت. معرفش انتوا ايه خططكم، ولكن بلاش فكرة انه لا خلاص خلصنا الليفل. يعني حطوا بلان اخر الصيف دوت، عايز تبقى فيه مثلا كومبيتيشن خلصانة، مشروع عاملينه، ورك شوب خدناها مع سوفت وير مثلا معين، مع مؤسسة معينة، ايا يكن. اهم حاجة ان انتوا استغلوا الوقت بتاعكم دوت وكيب ديفلوبينج يعني. فخور بيكم بجد ومبسوط بيكم بجد، وفخور برضو بفكرة ان انتوا فاتحين الكاميرا. انا نفسي مقصر مش فاتح الكاميرا بس لان انا الكاميرا عندي بايظة، ولكن يمكن اول جروب يعمل الموضوع دوت، وانا مبسوط بيكم لانه يعني ده جرأة كويسة وحاجة. دايما انا بكرر الموضوع ده كتير يعني، ان هو المعماري مش بس ان هو حد بيطلع مشروع، ولكن هو كاريزما برضه. هو شخص بيكومينيكيت وبيتعامل وبيوصل الفكرة بتاعته وبيعبر عن نفسه. برضه بقول المثال ده كتير يعني، لما كنا دايما نسأل صحابنا مثلا شغالين في فوسترز وكده عن نورمان يعني. فكان دايما يقول لك ان هو معماري شاطر جدا، ولكن هو في نفس الوقت حد ماستر كوميونيكيتور من الطراز الرفيع يعني. وبيعرف ان هو يعبر عن افكاره كويس جدا، وبيعرف ان هو يتكلم كويس جدا، وبيعرف ان هو يبريزنت كويس جدا. يمكن دي من افضل الكواليتيز الموجوده عنده يعني. فكيب الموتيفيشن دوت. انا بجد حابب ان انا اشوف لكم شغل الصيف دوت، whether it's a competition او مشروع او حاجه لو عندكم الوقت يعني. ويعني برضو هنفتح الفلور للأسئلة آخر السيشن بعد ما نسمع من الجروب اللي بعديكم.
مع ان انا شخصيا عندي اسئله كتيره، بس بحاول اكنترول نفسي يعني على اساس السيشن ما يطولش يعني. بس بشكركم مره تانية وان شاء الله كده ممكن نكمل مع اخر السيشن كده مع الاسئله بتاعت الشباب يعني. تسلم ايديكم. معرفش لو الجروب اللي بعديهم موجود. مساء النور، الصوت واضح؟ اهلا، ازيك يا اسماء، عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. أنا أسماء الجروب أحمد. بتاعك معاكي؟ أنا الجروب وعبد بتاعك الرحمن معاكي هنشرح ولا؟ النهاردة، بس ممتاز أحمد جدا. مش موجود فتقريبا مش هيشرح معانا. أنا دلوقتي مفيش هعمل اي شير مشكله. سكرين. تمام. جو اهيد، المايك معاكي. أوكي. أم، ثانية واحدة. أوكي، شير سكرين واضح صح؟ تمام. أنا أول حاجة واضح، هعرف ايوه. عن تمام، أنا هعرف عن الجروب بتاعنا. أنا أسماء أحمد، وكان معايا عبد الرحمن وأحمد، وإحنا كنا جروب رقم 6. هتكلم عن المشروع بتاعنا بشكل أساسي. إن إحنا أول حاجة هو اسمه اللي هو Vertical Sanctuary in the Middle of the Devil's Garden، واللي هو الملاذ الآمن في وسط حدائق الشيطان. طبعا هو الاسم شوية غريب، بس أنا وأنا بشرح عن المشروع بكلمكم عنه انتوا ممكن تبدأوا تاخدوا بالكم إن إحنا ليه سمينا الاسم ده. هو مش مجرد حاجة بس بواتيك وكده، وزي إن الاسم كل حاجة أثرت حتى في الثيم وشكل البرزنتيشن بتاع المشروع بتاعنا. فأول حاجة إحنا لما جينا ندور على يعني على مشكلة موجودة عشان نحلها، حاولنا ندور على حاجة محلية، حاجة موجودة في مصر. فالحاجة اللي احنا يعني ال- الحاجة اللي احنا دورنا عليها واللي لقيناها كانت فكرة الألغام، وإن هي موجودة في الصحراء الغربية وبالذات موجودة في مطروح. فهي دي كانت الحاجة الأساسية اللي احنا بدأنا منها الريسيرش. ولما دورنا لقينا إنه أصلا ليه فكرة يعني إن الألغام كانت هي المشكلة الأساسية اللي احنا بدأنا بيها، وليه أصلا ليه الناس ما ينفعش يشيلوا الألغام. وبعدين بدأنا إن احنا ندور على ثانية واحدة بس هرجع تاني. اوكي تمام. ان المشكلة الأساسية كانت فكرة وجود الألغام. مثلا في مصر في الصحراء الغربية تقريبا 23 مليون لغم موجود. وممكن نفكر يعني احنا ليه ما نقدرش نشيله. ان أول حاجة ان الألغام دي أماكنها يعني مجهولة، ورقم 2 ان هي غالية جدا ومكلفة، وان بسبب الوقت هي مكانها اتغيرت. والمشكلة التانية إن إحنا لما رجعنا عملنا سيرش تاني لقينا إن في مشكلتين برضو تانيين بيأثروا على السكان هناك. فكرة إن أصلا مطروح تعتبر فيها تاني أكبر خزانات مياه موجود في في أفريقيا. وفكرة إن العواصف الرملية لما بتكون موجودة في المنطقة، فهي تقريبا بتشل الحركة في المنطقة كلها. فدي كانت المشاكل الأساسية اللي إحنا حاولنا إن إحنا نبتدي بيها عشان نعمل المشروع بتاعنا. الحاجات الأساسية اللي احنا حاولنا إن احنا نلتزم بيها اللي هي فكرة المشروع إيفولو. فالمشروع المفروض يكون زي تاور أو برج. فازاي إن احنا المشاكل دي إن احنا نقدر نحولها بحاجة زي كده، وخصوصا إن أهالي المنطقة اللي هناك هم بدو، فهم معتمدين على حياتهم على الرعي والزراعة. فازاي إن احنا نقدر نحول ناس بيعيشوا على حياتهم معتمدين على الأفق إن احنا نحصرهم في مكان بالطول. فاحنا أول حاجة يعني دورنا على المشاكل وحاولنا إن احنا يعني نجيبها. وبعدين بدأنا إن احنا نعمل زي ان احنا ازاي نقدر نحول المشاكل دي كستوري. لان ان احنا لما نحولها ستوري وارت او حاجه فنيه، ان احنا وقتها نقدر ان احنا نرتبط بالمشروع اكتر، فنحاول ان احنا نحله. بدأنا اول حاجه ان احنا نعمل بوستر. ان انا اول يعني لما انا بدأت اعمله، واول حاجه ممكن نلاقي ان يعني البوستر هنا شكله شويه غريب. واصلا انا ليه اتكلمت عن فكره اللي هي ديفلز جارد. ان انا لما عملت سيرش لقيت ان الشخص اللي عمل كان يعني اول الناس اللي عملوا سيرش عن يعني عن الالغام الموجوده، إن هي كانت بسبب الحرب العالمية. وإن إزاي إن هو بيمثل الشياطين الموجودين في المكان هم الناس أو الرؤساء بتوع الحرب العالمية الأولى والتانية. إن هم كانوا واخدين منطقة العلمين والمطروح أو الصحراء الغربية بشكل أساسي هي يعني هي منطقة المعارك بالنسبة لهم. فهم خلصوا الحرب ومشيوا وآثارهم فضلت موجودة. فإحنا لو شفنا الكولاج اللي هنا، فهنا ممكن أنت تشوف الشيطان كهو بيمثل فكرة العلومان كشكل مبسط، أو إنك أنت لو ركزت أكتر هتعرف إن هو بيمثل الناس اللي بدأوا الحرب من الأول. بعدين هنا إن إحنا بدل ما حطينا ألغام حطينا حاجات اللي هي الريد سبايدر ليليز. هي زي زهور، هي بتمثل في ثقافات معينة اللي هي كأنها زهور جاية من الجحيم، فهي بتمثل الموت. فإحنا لو شفنا البوستر ده ممكن نفهمه بطريقتين. أول طريقة إنها بتمثل الناس اللي ماتوا، والتاني طريقة إنها بتمثل الألغام. وحتى لو بصينا على الجنود الموجودين، فإحنا برضو ممكن نبص عليها بطريقتين.
إن هما ممكن هما الناس اللي بيزرعوا الألغام أو الناس اللي بيحاولوا إن هما يشيلوها. فهي الفكرة إن أنت لو بصيت على البوستر بأي طريقة من الطرق أنت ممكن تدور على أكتر من تفسير ليه. هو بصراحة البوسترز مش أحسن حاجة، احنا لسه بنحاول إن احنا نظبطهم، يعني عايزين نظبط كام حاجة في المشروع وهنرجع نحطه تاني. فده كده كبوسترز وككولاج يعني عشان يشرح المشروع بالنسبة لنا. بعدين بدأنا إن احنا ندخل فكرة الستيك هولدرز. الستيك هولدرز هم المفروض إن هم شخصيات بيمثلوا المجتمع، بيمثلوا شرايح معينة من المجتمع. واحنا لما بدأنا نعمل ستيك هولدرز قالوا لنا إن احنا مش لازم نختار شخصيات كويسة، مش لازم كلهم يكونوا طيبين، عادي ممكن يكونوا في ناس هم بس بيهمهم مصلحتهم، أو حتى مش لازم يكونوا بني آدمين، ممكن نختار حيوانات بيتأثروا بالمكان أو بيتأثروا بالمشكلة وإزاي إن المشروع بتاعنا ممكن يحلها لهم. فأنا هتكلم عن الشخصيات يعني بشكل مبسط، وممكن لو حبيتوا ترجعوا تقروهم تاني. فمثلا من الشخصيات اللي عندنا كانت هي ليلى. هي كانت بنت فقدت يعني طارت من أطرافها بسبب الألغام، بس هي قررت إنها ما تفقدش الأمل وتدرس يعني حاجة ليها علاقة بالزراعة عشان تطور في المنطقة، في ازاي إن البرج بتاعنا أو المكان بتاعنا يعني هيساعدها تعمل حاجة زي كده. وممكن برضه شخصيات تانيين هما ممكن اخترناهم عشان يساعدونا في الارتستيك بارت بتاعنا. يعني مثلا حد شخص يعني زي اسمه الحسن، هو الألغام برضو أثرت فيه إن هي دمرت يعني شوهت أجزاء من وشه ومن شكله. فهو ازاي إن هو هيحاول، وهو المفروض إن هو يعني كجزء من مشاكله النفسية إن هو ما بقاش قادر إن هو يواجه المجتمع. فازاي إن مبنى زي ده هيقدر يأثر حتى مش على الناس كحياتهم العادية، إن هو ازاي ممكن يخلق لهم مجتمع أو مكان يكون مميز بيهم هم، كأننا بنخلق وطن جديد أو حاجة تكون مميزة ليهم هم. أنا طبعا قلت إن إحنا ممكن مش لازم كل الناس يكونوا كويسين، فإحنا عندنا مثلا حد وهو اسمه طلعت اللي هو الشخص ده، وهو بيمثل فئة معينة من العرب، من البدو اللي هناك، مش كلهم طبعا بس اللي هم، لأن المنطقة اللي هناك محدش مهتم بيها لأن هي كده كده ألغام، فمحدش يقدر يعني يستفيد منها. فهو يعني بياخدوا أراضي هناك وبياخدوها كوضع يد، بيبدأوا إن هم يستغلوها أو يعني ياخدوها كمشاريع شخصية. فهو شخص بس بيركز على الفلوس. فازاي وبالنسبة له لو احنا عملنا مشروع زي ده فهو هيأثر عليه بطريقة وحشة، فاحنا ازاي ان احنا نقدر، هو ازاي ممكن يكون طرف هيساهم في المشروع ده، وازاي حتى ان هو ممكن يفيده هو كشخص حتى لو هو مش كويس يعني عادي. ان هو زي ما قلنا ان هو ازاي ان احنا بنتكلم عن مجتمع مش بنتكلم عن شخصيات، احنا بنحاول ان احنا نشوف كل الشرايح يعني بشخصياتهم المختلفة. ودلوقتي عبد الرحمن هيكمل عن ازاي ان احنا عملنا الكونسبت والستراكشر سيستم والحاجات الباقية. وشكرا. مساء الخير الأول. معكم باشمهندس عبد الرحمن في جروب 6. هو زي ما باشمهندسة كده أسماء وضحت المشاكل، زي برضو ما هو سي ليفل 3 بيقول لنا اللي احنا لازم ندور على مشاكل ونحلها في المشروع، يعني نخلي المبنى مش مجرد مبنى طالع، هو بس بيحل المشاكل دي. فزي ما باشمهندسة أسماء ما قالت اللي احنا عندنا 3 مشاكل، هنراجعهم تاني مع بعض واحدة واحدة عشان ناخد كل مشكلة ونشوف حلها ايه. هو أول حاجة احنا عملنا الكونسيبت بتاع المشروع بتاعنا، هو من الشيب بتاعه، الشيب الانفجار. وفي نفس الوقت هو مش كانفجار بس، هو ممكن من بعيد بيتشاف زي زهرة، يعني برضو بتدي اللي بيشوف المشروع الأمل. فهو كانت الكونسيبت بتاعنا الفورم جنريشن، يعني متاخد من تحت كده زي الانفجار، وطلع زي الشيب بتاع الدخان بتاع الانفجار ابستراكت ليه يعني، وفي نفس الوقت اللاينز بتاعت الصخور الموجودة دي في المنطقة دي يعني. فاحنا قسمنا يعني المشروع برضو كجزء مباني وجزء كاكتيفيتيز ليهم، بحيث برضو ان البدو زي ما وضحت باشمهندسة اسماء ان هم مش متعودين على الفيرتيكال، هو عايزين مساحة هوريزونتال كبيرة يمارسوا عليهم الاكتيفيتي والزراعة والاجزاء دي كلها. ف يعني مثلا في الجزء اللي يعني احنا يعني عالجنا البوينت دي في الجزء بتاع السبايرال اللي بيلف، بحيث ان الثائر او يعني سوري الساكن اللي هناك هيزرع على السطح بتاعها، وفي نفس الوقت يعني يمارس الاكتيفيتيز بتاعته جوه المبنى نفسه. فحاولنا برضو نوعي الكالتشر بتاع الناس الساكنه هناك. طبعا قسمنا المبنى برضو ككلاس،
عشان يعني يحاكي جميع الفئات اللي موجودة هناك. في طبعا كلاس A اللي هو الجزء اللي فوق، اللي هو الشكل اللي على اليمين، اللي هو شكل فضائي ده. وأجزاء اللي هو كلاس B ده المساكن بتاعتهم، اللي المفروض لما دي المكان اللي هيسكنوا فيها. وطبعا السبايرال هو اللي هيمارسوا فيه الأكتيفيتيز بتاعتهم. تمام. السلايد اللي بعدها. طبعا ده السكشن 3 سكشن بتاع المشروع. هو هنا احنا بنحاول نحل مشكلة المية. فطبعا هو طبعا المكان ده مكان في مرسى مطروح، هو يعتبر تاني أكبر خزان مية في العالم في مياه جوفية يعني. فاحنا استغلينا اللي احنا كده كده طالعين ناطحات سحاب، فكده كده الاستراكشر بتاعها هيكون عميق. فواي نوت اللي احنا ناخد من يعني من المية اللي احنا نوصل لها تحت دي، تبقى هي يعتبر المكان المصدر المية اللي ليهم كلهم الأساسي. طبعا المية دي في منها جزء عادب، وجزء طبعا فيه ملح يعني. فالمفروض احنا بناخد المية دي من تحت، نفلترها ونعالجها ونحللها يعني، ونخزنها في خزانات فوق في المشروع يعني. عندنا في اعلى يعني يعتبر اعلى نقطه، بحيث اللي هو برضه يكون زي مركز ثقه للمشروع، فيوازن المشروع في نفس الوقت يكون يعني قابل للانشاء. يعني هو حرفيا المشروع ده معمول عليه دراسات، اللي هو لو اتنفذ هيتنفذ، مش مجرد مثلا فكره طلعت تتنفذ اي حاجه مثلا وبشكلها حلو. آه طبعا الميه الميه اللي هنحطها في الخزانات دي مش هيبقى دورها بس اللي هو الشرب بس او الاستخدامات. بالعكس، ده هتحل المشكله الثالثه، اللي هي كان في عواصف رمليه في المنطقه دي، بتيجي مش على طول بس بتيجي اوقات كتير في السنه يعني. فعشان نحمي الزرع اللي احنا هنزرعه على السبايرال اللي فوق ده من العواصف دي، فالمفروض البايبس اللي حوالين، اللي هي واخده شكل ملفوف حوالين الكتله دي، هتكون فيها زي رذاذات كده، فتحات بسيطة. بيطلع بامبس من الخزانات ده، تدي زي شيلتر كده من المية حوالين المشروع كله، بحيث برضو اللي هي وقت لما يكون في عاصفة بيكون ده زي كفر كده للمشروع كله من العواصف الرملية دي. طبعا في يعني برضو راعينا وسائل النقل بتاعتهم. في عندنا اللي هو درونز، طبعا ده للناس الطبقات العالية. وفي تلفريك ده لكل المستويات عادي. وفي اندر جراوند اللي هو زي مترو كده تحت الارض، بيربط بين كل الابراج دي، عشان هو يعني هو مش برج واحد، هو كذا برج. بنعمل زي شبكه كده عشان برضو نقلل مساحه تطهير الارض من الالغام. اوكي. هنزل السلايد اللي بعده كده اسمه. ده الجزء اللي تحت اللي هو معلش تاني. هاي تاني سلايد 9. ده الجزء بتاع اللي هو ازاي بناخد جزء من المية اللي تحت الأرض عن طريق بامبس بتتحلل في كذا مراحل يعني، اللي هو الفلترز اللي موجودة فوق على الشمال دي. وده الأندر جراوند اللي رابط ما بين كل كذا مبنى جنب بعض في المنطقة. ماشي اللي بعده. ده الاستراكشر سيستم بتاعنا برضو الاي سي اي، مش برضو يعني في ليفل 3 ما زي ما قلت برضو ما علمناش اللي هو يكون شكل المبنى حلو بس من بره، او يؤدي مشكله بس. احنا لازم يكون قابل للتنفيذ. فاهتمينا جدا بقدر الامكان اللي احنا نعمل دراسات واختبارات على الاستراكشر سيستم بتاع المشروع ككل، اللي هو يستحمل اي ضغط، سواء بقى هواء ايا يكن هو ايه، بحيث اللي هو لو فعلا في حد مهتم ياخد حاجه في المشروع ده، يقدر ينفذه بسهوله ويكون قابل للتنفيذ، ما يكونش مجرد فكره اتقالت زي ممكن اكتر الافكار اتقالت يعني في مشاريع، سواء ايفولو في مشاريع قابلة للتنفيذ وفي مشاريع مش قابلة. احنا حاولنا نخليها قابلة للتنفيذ. ماشي. آه اللي بعده. هنا بقى ازاي المبنى أثر على الناس اللي موجودة في اللي قلنا الستيك هولدرز الموجودين اللي احنا قلنا عليهم في الأول. إن المبنى اللي فيه ناس بدأت تتشجع وتحاول تتغير، زي مثلا الشخص اللي كان
فاسد هناك، لقى الاستثمارات موجودة هنا أكتر، فقال يحط فلوسه بدل ما يحطها في حاجات يعني بطريقة مش كويسة، بقى يستثمر فيها. وبرضو اللي هي ليلى، وفرنا لها أجزاء الزراعة، بدأت تطور وتعمل مشاريع زراعية في الصغير اللي احنا كنا عاملينه ده. وحسان برضو بدأ بقى يعمل مشروعه اللي هو الماسكس والحاجات اللي هو عشان يداري يعني الناس اللي اتصابت تكمل حياتها برضو من غير ما تكون متضايقة من التشوه. وفي نفس الوقت الناس حتى يبقى المجتمع كله بستايل معين، ما يحسش فيه اللي هو شخص غريب أو مختلف عنهم كلهم. آه بس. وبعد كده بقى في شوتس للأجزاء اللي تحت. هو انا من بس ازود حاجه ان الفكره في الاخر في المشروع ان احنا حاولنا ان احنا ازاي ان احنا نقدر ان احنا نحافظ على هويه الناس الموجودين، وفي نفس الوقت ان احنا نخليهم يعيشوا بحاجه هم يستاهلوها، ان احنا مش عشان هم موجودين في الصحراء فاحنا لازم نعيشهم في اجواء صحراويه، ان احنا ازاي نخلي المكان فيوتشرستيك او المكان متطور وكويس، وان هو يحترم حياه الناس الموجودين لكن في نفس الوقت يقدر عاداتهم وتقاليدهم. فهي الفكرة في كده. ولما بدأنا ندور يعني أنا دلوقتي هنشوف ال يعني الشوتس عبد الرحمن هيشرحهم، بس هقول بس حاجة إن إحنا لما لا، نسيتها خلاص، خلي عبد الرحمن يبقى يشرح لك الشوتس. ده الشوتس بحيث اللي هو يكون المباني متوزعة بطريقة ما، بحيث اللي زي ما قلنا لو ركزنا في الجزء اللي تحت هتلاقي المساحة اللي هي شلنا فيها الألغام قليلة، فاحنا كده وفرنا التكلفة بتاعتها. في نفس الوقت تكون يعني لوجيك شوية، عشان مفيش حد هيشيل الألغام دي كلها في وقت قصير، تاخد سنين كتيرة جدا. آه ممكن برضو الشوت اللي بعديه. وعملنا الجزء ده برضو اللي هو لو في المبنى ده في مكان تاني في مالتيفيرس مثلا، في يعني اللي هو لو في زمن تاني غير الزمن ده هيكون برضو مكانه موجود تمام ولا لأ، ولا هو بس يعني في الزمن ده بس. ممكن ننزل. وده شفت برضو من الطيارة الدرون اللي هتنقل الناس من السطح للسطح في الايربورت اللي فوق، اللي هو الشكل الفضائي ده. تمام. بس آه، ده يعتبر المشروع بتاعنا. تمام. أنا افتكرت الحاجة اللي كنت هقولها. كنت هتكلم عن فكرة اللي هو الارت دايركشن وان احنا في الكورس يعني خدنا عن فكرة اللي هو ان احنا ازاي نقدر ناخد الشوتس، ان احنا مش بس هناخد شوتس عشوائية، ان احنا ازاي نقدر ندرس الزوايا والاماكن اللي ناخد منها الشوتس. وبالنسبة للثيم او للشكل اللي احنا اخترناه، اللي اخترنا حاجة زي كده، واحنا كنا بنحاول ندور على حاجة تبقى انسبريشن بالنسبة لنا. كان فيلم دون هو اللي احنا اخترناه، ان هو كان بيتكلم برضو عن مكان هو عبارة عن صحراء، بس هو بيتكلم عن حاجة متطورة، ان هما زي ما كان وسط الصحراء لكن في نفس الوقت متطور. فحاولنا ان احنا نخلي الثيم كده بحاجة شوية ليها علاقة يعني كده شوية كأنها سي فاي او حاجات زي كده، شوية ليها علاقة بالجيمنج، يعني تعمل يعني تخلي المشروع مميز او كده. وبس احنا كده خلصنا. وطبعا ده اللي اه، احنا استخدمناه في البرزنتيشن، باين جدا ان هو برزنتيشن مختلف. بس هو كان برزنتيشن يعني للمشروع ده بس، مش هينفع يتاخد اي مشروع تاني. بالظبط. تمام. يمكن النقطة اللي انت قفلت بيها عبد الرحمن دي حقيقية جدا. يعني هو فكرة ان هو المشروع تويلرد او متفصل فعلا على الستوري بتاعتكم والمشكلة بتاعتكم، وازاي ان هي اتطورت، وازاي ان هي المشكلة اللي انتوا بدأتوا بيها كانت مشكلة واضحة جدا، ومشكلة فعلا حقيقية. ويمكن لما تعمقتوا اكتر، حتى انا عاجبني فكرة البرزنتيشن هنا ان هو عندكم فيجوال لانجوج واضحة، وبرضو معلومة على الجنب. يعني أنا شاهدت الموضوع ده بنفسي، ان التيم دوت من اكتر التيمز اللي تعبوا فعلا خلال الورشة واجتهدوا فعلا، وكانوا يعني مش راضيين ان هم يستسلموا، ولكن ان هم كملوا واشتغلوا ولحد اخر لحظة يعني. وفي النهاية المنتج اللي طلع منتج انا شخصيا شايفه من المنتجات اللي هو ترتقي فعلا ان هي تروح لجامعة من احسن الجامعات في العالم يعني. عايز اتكلم عن فكره اللي انتوا قلتوا عليها بتاعت الستيك هولدرز. فهم عميق جدا وبروبوزال كويس جدا برضو لما انتوا بداتوا
تبصوا للحلو والوحش بدأتوا تتكلموا على الناس والمشاكل اللي موجودة عندهم والفرق ما بينهم، وازاي ان هم بعد كده لما عاشوا في المشروع مع بعض او ان هم بدأوا يتعايشوا جوه المشروع مع بعض، ازاي ان هم قدروا ان هو بعضهم اللي كان وحش يتغير ويبدأ يتطور، بدأوا ان هم يعملوا لوكال بيزنسز، وبدأوا ان هم يعملوا هوب اكتر في المنطقه الصحراويه ديت. برضو الميكانيزم اللي انتوا اشتغلتوا بيه، فكره ازاي ربطتوا المبنى بتاعكم بابار الميه، وحققتوا فعلا ايكو سيستم كامل من حته يمكن ما تكونش اكتف، ويعني كلنا عارفين ان هي مش اكتف قوي، وكلنا عارفين ان هو الناس ممكن تكون بتتجنبها، والواحد كده دايما عنده ستيريوتايب كده ان هو لا، الصحراء دي ممكن ما يطلعش منها حاجه، وكمان فيها فكره الادغام والكلام ده. أم، وفاكر جدا تطور المشروع، فكره ان هو طب ازاي نوصل للمشروع، هل نوصل من تحت الارض، طب هل نوصل من خلال مثلا هليكوبترز او نوصل من خلال درونز، طب ازاي ان هو الابراج ديت هتتربط ببعضيها، وازاي ان هي تشتغل مع بعض ويبقى في هارموني ما بين الناس اللي ساكنين في النيبرهودز دولت الفيرتيكال دولت. وفكرة برضو ان انتوا فكرتوا زي ما انتوا قلتوا، فكرة ان هو البدو بيكونوا متعودين بشكل كبير جدا على المساحة المسطحة اللي هو منهم للسماء على طول، والارض حواليهم. ففكرة ان انتوا عملتوا ترانزيشن دوت ما بين، لان هم هنا ما عندهمش الرفاهية بتاعت ان هو يعيش بشكل يعني مسطح عشان فكرة الالغام والكلام ده كله. فلما انتوا عملتوا ترانزيشن لفكرة ان هو بقى عندهم الفيرتيكال ليفينج دوت، وفكرة ان هم ازاي يعني يقدروا ان هم يعيشوا بشكل فيرتيكال، ويبداوا ان هم يعملوا كوميونتي كامله بشكل فيرتيكال، حسيت ان هو دوت كان ابلكيشن قوي جدا وبيسيرف المنطقه بشكل كبير يعني. حتى الواحد لما بيفكر فيها، فكره ان هو الكوميونيتيز ديت ممكن تغير حياه الاف من الناس يعني، فعليا يعني كبروبلم سولفينج وكمشكله كانت ديب جدا يعني. دايما بحب ان انا اقفل الكومنتس بتاعتي بسؤال، ولكن قبل ما اقول السؤال بتاعي حابب ان انا انبه الناس انه ده اخر سيشن. فلو حد عنده اي اسئله، الشباب دول اوريدي كانوا في مكانكم السنه اللي فاتت وخدوا التجربه من اولها لاخرها، فلو حد عنده اي اسئله ممكن ان هو يعمل ريز هاند، بحيث ان هو نبقى احنا عندنا الترتيبه. ولو عندكم أي أسئلة حابين تسألوها للشباب، سواء كان عن المشروع بتاعهم، عن التجربة أوفر أول، اللي هم استفادوه، اللي هم اتعلموه، ازاي يتعاملوا مع بعض، ازاي يشتغلوا مع بعض، كل الكلام ده كله. لو حد عنده أي أسئلة ممكن إن هو يعمل ريز هاند من دلوقتي، بحيث إن احنا لما نخلص السيشن دوت نقدر إن احنا تقدروا تستفيدوا من فكرة إن الشباب موجودين يعني، تقدروا تسألوهم وكده يعني. فبس رجوعا للنقطة ديت، للسؤال بتاع اللي أنا كنت عايز أسأله دايما، يمكن الريسيرش عن منطقة مثلا زي فكرة إن هو مثلا منطقة بدوية أو منطقة أندر ديفلوبد شوية، بتكون صعبة إلى حد ما يعني. فكرة إن أنت تلاقي ريفرنسز ومعلومات، يعني مش هتفتح جوجل تكتب اديني معلومات عن المنطقة ديت هتطلع بالمعلومات ديت. فازاي كانت رحلة فكرة ان انتوا تلاقوا المعلومات بتاعتكم، ازاي تعملوا الريسيرش بتاعكم، ازاي ان انتوا عملتوا الريسيرش، ازاي تخيلتوا فكرة الستيك هولدرز بتوعكم. هل منكم مثلا حد كان عنده الباك جراوند ديت، كان ليكوا صحاب عايشين مثلا في المنطقة او مثلا في حتة بدوية، فبدأ يبقى عندكم الريفرنس دوت، ازاي كانت الدiscussions قايمة ما بينكم في الجروب، وعشان تطلعوا بالبرزنتيشن والكواليتي العالية ديت، وفكرة الستوري تيلينج اللي هي الديب دي. وكمان حابب أسأل عن فكرة ال الجرافيكال لانجوج اللي هي الفيري سبيسيفيك اللي انتوا اخترتوها ديت، ازاي طورتوها، هل كان عندكم ريفرنس، هل انتوا بدأتوها من سكراتش، عملتوا الموضوع دوت ازاي يعني؟ تمام. هو أول حاجة شكرا جدا يا باشمهندس على كلامك، بجد يعني بيفرق معانا جدا. وأول حاجة بالنسبة لموضوع الريسيرش، إن أنا أصلا يعني احنا كنا عملنا دورنا على كام مشكلة، بس لأن احنا كنا كل واحد فينا أصلا كان بيشتغل لوحده، يعني احنا كجروب، واحنا ما كناش نعرف بعض من الأول. فهي مشكلة الألغام، يعني أنا كنت عملتها قبل كده في مشروع ديزاين، بس كان المفروض إن هو متحف يكون موجود في أي مكان في مصر بيعالج مشكلة، فأنا كنت أعرف عن موضوع الألغام بصفة عامة. ولما عملنا الريسيرش احنا قعدنا ندور على حاجات يعني، او بصراحة احنا
ما كناش لاقيين داتا كتير، يعني بس لقينا بس حاجات بصفة عامة ومعلومات يعني متوزعة كتير يعني ومش كلها شبه بعض. فاضطرينا ان احنا ندور على ريسيرش اصلا يعني حقيقي موجود و... واللي هو ان انا اتكلمت عن شخص اسمه اللي هو روميل، اللي هو ادوارد ايوه ادوارد روميل، او مش فاكرة اسمه قوي بصراحة. بس هو كان عامل ريسيرش كامل اللي هو كان بيتكلم فيه عن اللي هو الديفل جاردن اوف ديفل. هو كان بيتكلم عن المشروع وعن المشاكل، حتى كان ذاكر انواع الالغام. فاحنا اضطرينا ان احنا نجيب يعني ريسيرشات كتير، وان احنا نحاول ان احنا نلخصها على قد ما نقدر ونطلع المشاكل اللي احنا ممكن نستفيد منها. وعبد الرحمن هيكلمكم عن ممكن هو يتكلم اكتر عن موضوع الجرافيك. آه، هو أول حاجة يعني إحنا كان كل واحد داخل لوحده ما يعرفش هيعمل إيه. وطبعا زي بقية التيمز برضو كانوا داخلين تايهين. كان في دماغنا تصور، ولقينا دخلنا في دوامة تانية. حرفيا احنا ما كناش يعني مش فاهمين ايه اللي بيحصل، بس احنا كنا ماشيين بنشوف اوكي يعني ممكن نجرب. آه وطبعا الستايل بتاع اللي احنا دخلنا فيه ليفل 3 ستايل مختلف جدا. وبصراحة يعني استفدنا منه استفادة كبيرة، عن طريق طبعا اللي هو اتعلمنا ازاي نعمل كولاج يعبر عن بروبلم، يوصل فكرة البروبلم عند الناس أو الشخص اللي هيشوف المشروع أكتر من إن أنا أحط مثلا مجرد كلام يتقرا وممكن ما ياخدش باله أو يفهمه أكتر. آه بالنسبة للفورم، إحنا قعدنا فيه كتير جدا. نفهم طيب إيه اللي إحنا مطالب من، يعني نحاول نشوف يعني أكتر فورم يحاول يوصل الكونسيبت بتاعنا، ويعني يخلي الشخص الأول ما يشوفه يعني يجيله اكسبريشن معين عن اللي إحنا بنعمله. انا كان عندي خلفيه عن الراينو في الاول. ممكن الجراس هوبر مش قد كده، بس طبعا يعني خدنا الاكسبيرينس دي مع الليفل 3 بطريقه كبيره جدا. آه، ممكن برضو بالنسبه للريسيرش او الجزء اللي احنا بندورنا فيه، حرفيا احنا ممكن كان صعب جدا نجيب الريسيرش زي ما باشمهندس اسماء كده قالت. جبنا ارتكل لناس اصلا كانت بتحكي مشاكل، عشان خاطر اصلا المشكله دي مش مندثره، هي معروفه والدولة يعني عارفة البوينت دي. فهي حتى اللي كان بيتصاب أو يحصل له حاجة من الألغام دي كان بيديله تعويض مالي وقطعة أرض. فإحنا أول ما شفنا البوينت دي فسرشنا أكتر على الأجزاء دي. فقلنا طب ليه ما أنا بدل ما أدفع فلوس وأدي قطعة من الأرض، ما أنا ممكن أستثمر الفلوس دي وأعمل بيها مشروع، وفي نفس الوقت هم يعيشوا في أمان، ما يعني أوفر لهم نفس الأراضي دي بس بطريقة سيف. في نفس الوقت ما حدش ينضر عشان ياخد أرض، بالعكس احنا نعمل كوميونتي متكامل. مش ناقصهم حاجة، مثلا فيهم كل خدمات كل احتياجات الشعب ده. بس فدي بوينت بتاعت اللي احنا ازاي جبنا الأشخاص أو الشخصيات ديت، هم هو اوريدي انا أصلا موجودين في الحقيقة يعني. هو انا ممكن بس ازود حاجه بس بالنسبه للجرافيك او كارت يعني، او الشكل كبرزنتيشن في الاخر. يعني كمان بالاضافه للي عبد الرحمن قاله، ان احنا لما جينا ندور اصلا ازاي ان احنا نعمل برزنتيشن، انا هقول حاجه لان احنا ممكن يعني معظم الجروبات يقعوا بحاجه زي كده. احنا لما كنا بنشتغل احنا لحد اخر اسبوع او اخر اسبوعين احنا كنا تايهين كل حاجه، مفيش اي حاجه كامله، حتى الفورم ما كانش كامل. فاحنا كنا بنحاول ان احنا اصلا ازاي هنعمل تيم، او ازاي نعمل حاجه مميزه تكون بنفس مستوى الجروبات الباقيه. فاحنا بدأنا ان انا بصراحة كنا قاعدين ندور على صور بنترست عشان نبدأ ندور على صور يعني تليق على الستيك هولدرز، انها صور شخصيات عرب، بس اللي هو بس عرب يليقوا. وبعدين واحنا بندور لقينا زي بوستر كان بيتكلم عن، هو كان يعني عن شخصية، يعني هو كان يعني عن بيئة صحراوية وحاطين فيها حاجات ديجيتال، حاجات نفس الثيم ده. ومنها احنا بدأنا اللي هو قررنا ان هو احنا ممكن نعمل فعلا حاجة زي كده. ودي حاجة ممكن تخلينا تميز المشروع بتاعنا، ان احنا حتى لو احنا ما كناش واصلين للي كان في دماغنا كفورم وكحاجات بقى، احنا ممكن نبدأ نشتغل على البرزنتيشن. فلما بدأنا نشتغل على البرزنتيشن يعني وقدرنا ان احنا نوصل لحاجة كويسة، بدأنا برضو نتشجع ان احنا نكمل في الحاجات التانية. فهي دي كانت بداية الفكرة ان احنا اصلا زي كثيم او كشكل البرزنتيشن. وبعدين بدأنا ندور على حاجات بنفس الافكار دي، وان احنا نحاول ان احنا نقلدها ونخليها ثيم موحد، اللي هو ان احنا ازاي قدرنا ناخد حاجات من بره بس ان احنا يعني
نصيغها بطريقتنا. وكمان بصراحة اللي ساعدنا أكتر إن إحنا كنا لقينا كام حاجات يعني كانت يعني كايتمز صغيرة مثلا زي الحاجات دي أو الحاجات دي، واضطرينا من على إليستريتور وبدأنا إن إحنا نظبطهم، إن إحنا نحاول إن إحنا إزاي إن إحنا يعني نجمعهم من أماكن كتير أو كصور أو كإنسبريشن وحاجات زي كده، إن إحنا نجمعهم كلهم ونعمل حاجة تكون تخصنا إحنا أو إنها تساعد مشروعنا إحنا. وبرضه يعني ده تكملة على اللي الباشمهندس عبد الرحمن قال، وبس يعني. تسلم ايديك يا شباب والله. يعني انا فعلا يعني من المشاريع المتميزة والمشاريع المختلفة واللي الواحد برضه كان متابعها بشكل دوري يعني. ودايما كانت الباشمهندسة هدى بتحكي لي يعني التفاصيل والابديتس ووصلنا لايه والفورم والستوري تيلينج والكلام ده كله. فكان اعتقد ان هي البروسيس كانت اكسايتنج لينا احنا شخصيا اصلا، واحنا عمالين بنتابع انه ايه الجديد، ايه المستجدات، ايه الكلام ده كله. ده اللي احنا بنعمله تقريبا كل اسبوع، يعني ان احنا بنحاول نتابع على قد ما نقدر أيوة. ايه الابديتس وايه وايه البروسيس ماشي ازاي وكده يعني. يمكن أيوة. عندي سؤال، بما ان مفيش حد رفع ايديه، فانا هسأل بالنيابة عن الكل. ممكن يبقى عندي سؤالين للجروبين يعني. كنت انا بسمع دايما فكرة من القبلية، يعني فكرة ان هو التراستد بروسيس، يعني امشي في البروسيس واشتغل في البروسيس وما يهمكش اخر الطريق فين. مش هو ده المهم. اللي هو اهم حاجة بالنسبة لك ان انت تركز في البروسيس بتاعتك، اعمل التاسك بالتاسك وهكذا. فانا عايز اخد رايكم برضو او تجربتكم في الموضوع دوت. هل تنصحوا الشباب اللي بعديكم بفكره اللي هو البروسيس، امشي على البروسيس، ولا ممكن ان هم مثلا لو متعودين على ستايل معين يعملوه؟ ولا كانت تجربتكم عامله ازاي؟ ممكن نبدا بالتيم التاني وبعدين اخد راي التيم الاولاني. إحنا التيم التاني صح؟ جروب 6. مظبوط اه. تمام. ماشي، اسماء وعبد آه. الرحمن. أيوة. أيوة بالظبط. هو بصراحة دي كانت مشكلة بالنسبة لنا، كانت مشكلة يعني في الجروب بتاعنا إن أنا من الناس اللي هو لازم أكون متخيلة المشروع بالكامل، لازم يكون كله في دماغي قبل ما أبدأ أشتغل. فأنا من الناس اللي بيضيع وقت طويل قوي في الريسيرش. عبد الرحمن لأ، يعني كان هو أسماء خلصني اللي هو طب استناني يومين بس هجيب لك فكرة أحلى، هنعمل حاجة أحسن. يقول لي لأ يلا نشتغل. فبصراحة دي كانت من الحاجات الكور اللي غيرتني بصراحة في ال... في الورشة دي. يعني بصراحة يعني ممكن دي من أهم الحاجات اللي خلتني يعني اللي فعلا غيرت تفكيري، اللي هو إن أنا عادي ممكن نبدأ ومع الوقت هنلاقي حاجات تانية وهتظبط، وممكن كمان تبقى أحسن من الحاجات اللي أنا متخيلها من الأول. يعني احنا فعلا حاجات كتير احنا كنا عاملينها عملناها في الآخر، أو مش في الآخر، احنا فعلا دورنا بس اللي هو احنا خدنا فكرة وكملنا عليها، مش لازم نبقى متخيلينها للآخر. آه. أيوه يعني. آه، البوينت ديت حرفيا كانت عاملة مشاكل كتير جدا، بحيث اللي هو انت بتقف في زوم معينة. لو فضلت تفكر كتير، التايم مش هيساعدك على كده، فانت لازم يعني دوقت خلاص، هو انت ماشي وخلاص. وهو انت لازم يكون عندك ثقة ان انت هتوصل لحاجة، اكيد مش همشي كل ده على الفاضي مثلا. فانا مع الفكرة دي اللي هو لازم نقف يعني عند حد معين، وبعد كده نكمل بقى من غير ما يعني مع البروسيس حرفيا، من غير ما لازم نتخيل الشكل النهاية، وهو هيفاجئنا الشكل يعني. أيوه بالظبط. ممتاز جدا. حابب برضه اسمع راي الجروب الاولاني. كان ايه تجربتكم مع الموضوع دوت، فكرة trusting process؟ وهل ده كان مساعد، ولا كان تجربتكم عاملة ازاي معاه؟ هو طبعا برضو زي ما عبد الرحمن كان بيقول ان هو في مرحلة في الريسيرش لازم تقف عندها وتبدأ تشتغل في الشغل الفعلي. خلاص ما تفضلش مطول في الريسيرش عن كده، لان انت هتنغمس قوي وهتبدأ انت تضيع وقت. وكتر الريسيرش مش شرط ان هو يكون معناه حاجة كويسة لو هو جاي على حساب الوقت. ودايما في الاخر في مكان للتحسين. يعني انت مش شرط الرسومات اللي انت بتطلعها في الاول للمشروع بتاعك هي الرسومات الفاينل اللي انت هتسلمها. ممكن في الاخر انت مثلا طلعت المشروع من زاوية احسن او طلعت له ريندر احسن، ممكن بعد كده ترجع تظبط بقية الرسومات عليه. طلعت له رسمة معينة الفكرة فيها باينة اكتر، ترجع تظبط بقية الكولاجز والبوردز عليها. فدايما هي البروسيس يعني رايح وجاي. يعني هي انت مش اللي هو انت ماشي في خط مستقيم قوي
لقدام، ولكن انت برضو ما ينفعش تفضل ثابت في مكانك، لازم ان انت تبدا تعمل بروجرس لقدام، بعد كده ترجع على لورا تظبطه، تعمل بروجرس لقدام بعد كده ترجع لورا تظبطه. انا شايف بصراحه ان دي الطريقه اللي احنا كنا شغالين بيها، وان دي احسن حاجه انت ممكن تعملها، لان هي بتوازن بين الطريقين، بين طريق ان انا انغمس قوي في التفكير وفي في الحاجه المبدئيه وافضل واقف في مكاني، وفي نفس الوقت بتوازن بفكره ان انا ما بضيعش وقت وبشتغل. ان انت طول ما انت عندك وقت ان انت تعيد على القديم او تطلع حاجه احسن، تعمل امبروفمنتس على القديم، وانت اوريدي خلاص عملت بروجريشن في المشروع، دوس اعمل كده عادي مفيش مشكله، ولكن ده ما يجيش على حساب الوقت بتاعك يعني. ممتاز جدا. انا حابب اسمع رايك برضو يا زينة قبل ما نقفل السيشن. فقولي لي برضو تجربتك كانت عامله ازاي، وهل كانت هل كان موضوع ان انت تترستي بروسيس ديت، هل كانت ايجابيه ولا سلبيه، وكانت تجربتك عامله ازاي معاها؟ هو فعلا انا كنت في الاول اللي هو ايه لازم برضو يعني بغوص قوي في حته الريسيرش دي وبجمع التفاصيل قوي عن الحاجه وكده. وبعدين مثلا زي ما هو كان بيقول من شويه اللي هو لا كان اللي هو لا احنا محتاجين نقف عند مرحله معينه كده اللي هو نوقف ريسيرش ونبدا بقى نشوف مثلا الفورم، نشوف احنا هنجرب في الفورم كده. فلا هي حاجه مهمة قوي ان احنا فعلا نوازن بين ان كل مرحلة تاخد حقها، عشان في حاجات قدام ما ننساهاش او في حاجات قدام ما نجيش عليها. وكمان فكرة برضه إن ممكن مثلًا فكرة مثلًا وإحنا شغالين ممكن مثلًا فكرة ما تضبطش أوي بعد مثلًا ما اشتغلنا عليها شوية، ففي المرحلة دي إحنا لازم نلحق نفسنا، يعني ما نقولش مثلًا إيه لأ خلاص إحنا اشتغلنا على الفكرة دي بقى لنا كتير وخلاص بقى لأ يعني خلاص ماشي فكرة ما ضبطتش، ما نفضلش بقى فيها يعني خلاص مدة طويلة، لأ هي خلاص خدت حقها مثلًا وما ضبطتش أوي، نفكر في حاجة تانية على طول بسرعة عشان برضه الوقت ما يسرقناش وكده، وإن إحنا نبقى يعني عامل الوقت ده مهم أوي في إن إحنا نبقى موازنين بين كل مراحل المشروع يعني. بس. ممتاز جدا. مرة تانية أنا حابب أشكركم يا شباب فعلا. السيشن ديت كانت ممتعة بالنسبة لي، إن أنا أصلا يعني عملت كاتش أب معاكم من السنة اللي فاتت. يعني it's a pleasure فعلا إن إحنا نسمع ممكن منكم، نسمع ممكن يا الأبديت. عبد الرحمن ممكن يا عبد الرحمن، انا بس عايز اهني الشباب، عشان انا Go ahead. الليكتشر دي ما كانش المفروض اكون موجود فيها انا، بس قلت اشوف شغل الشباب. مفاجأة. قلت لازم اشوف شغل الشباب صراحه، عشان انا ما جاتليش الفرصه انه اكون انزل مصر واشوف الشغل واشوف الاند اوف يور اكزيبيشن، بس صراحه الصراحه غير. خليني أديلك بريف برضو. الباشمهندس محمد العلي هو الليدر بتاع ليفل 03، وهو من الناس المبدعة جدا، واللي فعلا يمكن كان من الأساسات بتاعة الليفل نفسه والكرييشن. وأنا فاكر كويس جدا أوي السيشنز بتاعتنا السنة اللي فاتت، وإحنا بنكرييت everything from scratch، يعني بنعمل حاجة متميزة يعني. أنا مبسوط جدا إن هو معانا النهاردة، و يعني it means a lot actually، حتى أنا ليا أنا شخصيا إن أنا أسمع منه، لأنه هو مشغول جدا يعني، وفعلا فرصة كويسة جدا جدا إن هو يبقى معانا في السيشن النهاردة، بحيث إنه حتى لو حد عنده أي أسئلة this is the man يعني. اتفضل يا محمد. حبيبي عبد الرحمن شكرا. انا بس عايز بجد اهني الشباب على الشغل الصراحه. يعني تقريبا اكثر شيء يعني فرحني هو انه انتم سويتوها بكم اسبوع، 8 اسابيع سويناها الورك شوب كله. وصلتوا مرحله المشاريع في النهايه صارت مستواها زي مستوى الناس اللي بتطلع فيها بالماجستير، اللي بتطول سنه الى سنتين في المشروع. واحنا هو هذا كنا بنحاول نعمله، كنا بنحاول نعمل انه نديكم الدراسه اللي موجوده في سنه سنتين في الماجستير والطريقه دي في اسرع وقت ممكن وبطريقه ممكن تفهموها. وطبعا حتكون صعبه، انا مش هخبي عليكم، هي دائما حتكون صعبه، ما فيش حاجه سهله في الموضوع، عشان احنا بنحاول نعمل اقصى شيء ممكن نقدر عليه، ونطلع المجهود تبع الناس اللي بتحط عليه سنتين كامل في 8 اسابيع. وانا يعني من لما شفت المشاريع قلت الناس دي عملت مشاريع في كثير ناس ما يقدروش يوصلوها تماما، وانتم عملتوها في وقت خيالي الصراحه. يعني انا من نفسي انا اخاف انه ممكن اقول ممكن انا ما اقدرش اوصل المرحله دي، انه اوصل في 8 اسابيع اوصل المشروع كامل. هو ذاتس واي الموجود التيم ورك كان اساس كلش مهم. ولو شفتوا الكومنتات تبع الطلبه من لاست يير، بيسكلي هم بيقولوا لك انه احنا كان التيم ورك واحد بيشد
واحد بيقول انا عايز الريسيرش، لا انا عايز الفورم، انا عايز اعمل الفاينل برودكت، انا عايز الرسمه الاخريه. فهي دي الحاجات اللي خلت الناس تشد بعض كمان وتطلع برودكت صراحه يعني everyone should be proud of. وانا شخصيا دائما لما اشوف الشغل يعني افرح كثير انه الحمد لله في انا شغلي وشغل هدى حاولنا اكثر شيء نطلع المعلومات اللي عندنا احنا ونوصلها لكم، وصلت لكم طريقه جيده جدا الى فشيء ما كناش متوقعين الصراحه. فانا فخور جدا ويعني فرحان انه شفت مشاريعكم، وهنيكم كمان مره. شكرا جدا يا باشمهندس، احنا بجد مبسوطين ان حضرتك موجود، وبجد احنا مبسوطين ان احنا اتعاملنا مع حضراتكم. حتى يعني كل شخص فيكم فعلا عمل لنا بصمة مميزة. حتى باشمهندسة هدى وباشمهندس أحمد باتع برضو، يعني كل شخص فيكم كان فعلا عمل لنا حاجة مميزة. وإن شاء الله إن شاء الله كمان كام سنة نكون أحسن من كده ونشتغل معاكم إن شاء الله يعني. شكرا يا بس الله باشمهندس، طبعا. احنا مبسوطين ان حضرتك حضرت معانا، واحنا فاكرين حقيقي اول محاضرات الكولاجز والمحاضرات بتاعت الراينو، وبجد فعلا زي ما اسماء قالت يعني كل حد فيكم والله ليه بصمة معانا مميزة يعني. شكرا لكم يا شباب، وشكرا يا محمد. since this is ده آخر سيشن بالنسبة لنا. قبل ما نبدأ في الورش على طول إن شاء الله، يعني أنا شايف عبد الرحمن رفع إيده، فخليني قبل ما أقفل السيشن كده عبد الرحمن جو أهيد، وبعدين بعد كده ممكن أسمع. السلام عليكم. عرفت بنفسي، أنا عبد الرحمن جمال أحمد. أنا متخرج دلوقتي 4 سنين. وحاليا دلوقتي بفكر، يعني بدأت أفكر كده من حوالي سنتين مثلا أو سنة ونص. ما عنديش بورتفوليو أقدمه في الانترناشونال كومباني، فشاركت في graduation بروجكت من حوالي سنتين. ويعني أخيرا بقيت فاهم أكتر يعني الشركات العالمية هي بتفكر إزاي، أو إيه البورتفوليو اللي هي بتكون محتاجاه. شدني أوي ليفل 3 إن هو أنت كده عندك حرية كبيرة أوي في الإبداع. بتحط المشكلة، بتحط الحلول، يعني بتوجد، يعني عندك حرية كبيرة أوي. أي نعم هي سهلة جدا أحيانا، لكنها صعبة جدا، في إن أنت مش عارف هل ده صح ولا لأ، هل ده ينفع ولا ما ينفعش. سؤالي بالتحديد هو هل النوع ده من المشاريع اللي هو ايفولو، او الشركات اللي هي شبه ايفولو، هل هي هتكون مفيدة جدا ليا وانا بقدم في الانترناشونال كومباني ولا لا؟ انا شفت مستوى الطلبة فعلا مستوى رهيب قوي الصراحة. مش عارف حتى لو يعني انا ان شاء الله عندي نية اشارك، لكن مش عارف ازاي هكون الفريق. انا شغال فول تايم كمان، يعني بحاول هندل وقت عشان اشارك معاك ان شاء الله. فعندي مشكلة، أنا عندي المشكلتين دول، اللي هو هل ده هيفيدني في البورتفوليو عشان أعرف أقدم بيه للانترناشونال كومباني. والسؤال التاني اللي هو الموضوع الفريق ده، مش عارف يعني إحنا هنتجمع إزاي، هنقعد إزاي، يعني مش فاهم القصة دي هتهندل إزاي. شكرا. سؤالين كويسين يا عبد الرحمن. يمكن هبدأ بالسؤال التاني، فكرة إن أنت هتتجمع إزاي مع الفريق. هو الموضوع كله أونلاين، فاحنا بنساعدكم ان انتوا بعد ما بتبداوا الورشه بتبداوا الاول شغل انديفيدوال، بعد كده بنبدا ان احنا نجمع الفرق مع بعض، او التيمز مع بعضيهم. فالموضوع دوت احنا بنعمله، بنرتب العمليه التنظيميه بتاعت فكره ان هو يبقى فيه فريق وكده. وبيبقى بعد كذا تاسك انديفيدوال، يعني انت بتعمل كذا تاسك انديفيدوال، وبعدين بعد كده بنفتح الدور لفكره ان الناس تجمع مع بعضها، سواء كانوا يعرفوا بعض او سواء كانت تيمز ما تعرفش بعضها خالص، زي ما حصلت في كذا مشروع يعني، وبتحصل على طول. التيمز دايما بنريكومند ان هم يكونوا من 3، يبقى 3 اشخاص متجمعين مع بعض. ولكن ممكن ان هم يكونوا 2، وممكن ان هو يكون 1، ولكن دايما احنا بندي ريكومنديشن ان هم يكونوا 3 اشخاص متجمعين مع بعض، حتى لو ما يعرفوش بعض، بحيث ان هم يفيدوا بعض ويساعدوا بعض ان هم يطلعوا مشروع خلال الوقت دوت. بالنسبه لفكره ان هل المشروع او هل الورشه هتفيدك ولا لا، آم، الموضوع متوقف على فكرة انت الجولز بتاعتك ايه بشكل كبير. ما اقدرش اجزم 100% ان هي هتفيدك، وما اقدرش اجزم 100% ان هي
مش هتكون مفيدة ليك. بناء على تجربتي أنا الشخصية، معظم أو كل الناس اللي أنا شفتهم دخلوا الورشة استفادوا جدا بطرق مختلفة. اتعلموا طريقة فكر جديدة، اتعلموا مهارات جديدة، طلعوا مشروع في الآخر، والمشروع دوت معظمهم استخدموه بشكل اكتف يعني. فاجين انت يمكن السيشنز ديت احنا عملناها عشان انت اللي تقدر تاخد القرار ده يعني. انت كده كده هتلاقي احنا هنعمل تاني، هنبوست الفيديوز ديت على اليوتيوب بتاعنا، تقدر تخش تبص تاني على المشاريع، تراجعها، تقول والله دي حاجة انا انترستد ان انا اعملها، انا شغوف ان انا اتعلم الحاجة ديت، انا شغوف ان اتعلم النوع دوت من العمارة. لان هو نوع مختلف ويونيك يعني. وهو دايما بنقول ان هو لو حد متارجت ان هو مثلا يطلع بره الوطن العربي، يشتغل مع شركات كبيره، يشتغل مع شركات مالتي ناشونال، الكلام ده كله بتبقى دي انترودكشن كويسه لفكره الناس دي بتفكر ازاي والناس بره بتفكر ازاي، من ناحيه الديزاين تيمز وكده يعني. فهو غالبا ده قرار انت اللي هتاخده، ولا هو ده هيفيدك ولا لا. انت يعني اضرب فكره السكيلز بتاعتك وامكانياتك وانت عايز توصل لفين. ولكن بناء على تجربتنا احنا السابقه يعني مع الباشمهندسين اللي دخلوا معانا قبل كده، معظم الناس اللي دخلت استفادت بشكل كبير يعني، باشكال متفاوته بناء على كل واحد الباك جراوند بتاعته ايه وكان عايز ايه من الورشه، وكانت الافيلابيلتي بتاعته عامله ازاي. ولكن اوفر اول معظم الناس استفادت بشكل كبير يعني. اتمنى ان ده يكون جاوب على سؤالك عبد الرحمن. أم، يعني تمام. شكرا. هو بس كان يعني انت دلوقتي هو يعني كنت محتاج الجواب ده اللي هو هو ده بيبقى introduction كويس قوي عشان انا لاحظت كتير الناس اللي بتقدم، شفت كذا بورتفوليو ناس اتقابلت او شغالين مع international company. هما المهم عندهم اللي هو طريقة التفكير أو experimental thinking في المشروع نفسه. هو يعني هو كان سؤالي يعني مش واضح شوية حتة. هو أنا عارف إن طبيعة المشاريع اللي هي شبه كده هتبقى مفيدة جدا ليا، بس أنا أقصد واحد يعني مش عارف أجيبها إزاي. في المرحلة بتاعتي أنا دلوقتي عندي سنين خبرة معينة، فهل ده يعني ليه قيمة في البورتفوليو ولا دي حاجة يعني مش عارف. هو الموضوع برضو بيتوقف على فكرة السنين الخبرة اللي انت عندك دي، انت عندك في ايه برضو، ده مهم جدا يعني. انت كنت شغال في ايه، والجول بتاعك في المستقبل انت عايز تشتغل في ايه يعني. انت مثلا على سبيل المثال لو انت سنين الخبرة اللي عندك دي عندك 15 سنة مثلا خبرة ان انت شغال في سايت، فغالبا ال 15 سنة اللي انت اشتغلتهم في سايت دولت مش هيساعدوك في الورشة ديت يعني. او لو انت ناوي ان انت تكمل مثلا شغل في سايت، غالبا الورشة دي مش ليك خالص مثلا على سبيل المثال يعني. فهو انت فكره ان انت اوريدي عندك سنين الخبره دي، انت لازم تحدد الاول سنين الخبره اللي عندك ديت في ايه، وناوي تكمل في اللي انت عندك فيه خبره دوت ولا لا يعني. غالبا اللي هيساعده قوي الورك شوب ديت حد عايز يشتغل في فكره الديزاين، حد حتى في الكونسيبت. الشركات كونسبشوال، وحتى فكره اللي هو بروبلم سولفنج يعني انت بتحل مشكله معقده جدا وبتلاقي مشاكل معقده جدا ويمكن اكبر بكتير قوي من السكيل اللي انت هتحله في اي مشروع. وبالتالي فانت لما بتحل مشكله حقيقيه بقى في مشروع حقيقي، غالبا بتبقى نسبه المشاكل اقل بكتير قوي ونسبه الريسيرش اقل بكتير قوي وهكذا يعني. على سبيل المثال مثلا زي ما شباب ذكروا مثلا في فكره انه لو احنا بنعمل ديزاين لمستشفى، فاكيد المشاكل اللي موجوده يعني، انا بتكلم كديزاين مش كمشاكل طبعا تكنيكال وتنفيذيا وكده، ولكن المشاكل اللي موجوده في حاجه زي كده اسهل بكتير قوي من ان انت تحل مشكله زي مشكله الاعاصير مثلا، او مشكله السايتس اللي هي المفخخه او فيها الغام او حاجات زي كده. فبتبقى فكره ان انت خدت الاكسبوجر البروبلم سولفنج مايند سيت ديت بتساعدك قوي لو انت ناوي ان انت تتخصص في فكره الديزاينر أو في الديزاين، او ان انت تبقى عايز تبقى ديزاينر، او عايز يبقى عندك الخبره ديت بشكل عام يعني. فهل هي هتفيدك ولا لا؟ اجين يعني ما بحبش ادي رد قاطع، لانه يعني نوع من الامانه، لان انا ما اعرفش انت الباك جراوند بتاعتك ايه، ما اعرفش انت خبرتك كانت في ايه، انت ناوي تعمل ايه يعني. انت ممكن تكون خبرتك كلها مثلا كانت في سايت، بس انت ناوي تشيفت وعايز تشتغل في ديزاين، فاهمني؟ فما اقدرش اقول لك انه أيوة. لا انت الورشه دي مناسبه بالنسبه لك هي اللي هتفيدك.
يعني لان سؤال زي كده انا لازم اكون عارفك كويس جدا عشان اقدر ادي لك النصيحه دي واتحمل مسؤوليتها. او ان انت اللي تاخد القرار دوت، لان انت عندك النولج بتاعتك، او ان انت عندك الاويرنس بتاعت انت ايه اللي انت محتاجه وايه توجهاتك والكلام ده كله. بس هي لو انت ناوي ان انت تخش في موضوع الديزاين، عايز تتخصص في فكرة الديزاين، عايز ان انت تفكر بشكل مختلف، عايز تتعلم تولز يعني اللي هي ادفانس شوية من ناحية الديزاين وكده، الورشة هي يعني بروسيس ممتازة، خاصة ليفل 03 ان انت تفكر as a designer يعني، او to think as a designer. مم. اتمنى ان ده يكون جميل أوي. جاوب أكيد على شكرا السؤال. لدينا. العفو يا باشمهندس عبد الرحمن. ماشي، مرة تانية حابب أشكر الشباب إن هم كانوا معانا. نصيحة دايما بقولها ليهم إنه don't stop. الموتيفيشن اللي موجود عندكم دوت حاجة السوق محتاجها. معظمنا لما بنخش السوق بيبقى الموضوع فيه روتين شوية، وأحيانا بيبقى فيه ملل شوية، وده طبيعي. وانتوا كده كده هتوصلوا للمرحلة دي قريبا، ان انتوا هتخشوا السوق وهتخشوا ان شاء الله شركات كبيرة وبإذن الله هتعملوا بصمة كويسة. ولكن دايما انا بنصح الناس ان هو آم، خليك دايما موتيفيتد، ما تحاولش ان انت يعني النور اللي موجود جواك دوت، او الحماس اللي موجود جواك دوت، ان انت تعمل بيئة معمارية احسن، او ان انت تطور، او ان انت تخلي ليك بصمة معينة في السوق دي، حاول ان انت ما توقفهاش يعني. دايما بقول ان احنا يمكن احنا كان في ناس قبلينا سلموا لنا الراية واستفدنا منهم بشكل كبير، ويمكن احنا بنسلمكم دلوقتي الراية، اللي هم الناس اللي اتخرجوا اوريدي خلاص وبقى عندهم الخبرة وبقى عندهم النولج. بنسلمكم انتوا الراية ان انتوا خلاص بقيتوا سفرة، هقول للمدرسة وللاندستري المعماري بشكل عام يعني. فدلوقتي دي يعني انتوا عندكم الفرصة ان انتوا تساعدوا الناس اللي حواليكم، تطوروا من نفسكم، تثبتوا ان هو الوطن العربي فيه ناس شطار، فيه ناس معماريين كويسين قادرين انهم يطلعوا منتجات معمارية محترمة زي اللي انتوا طلعتوها بثينكينج بروسيس كويسة و very developed يعني. since انا ده اخر سيشن لينا، بعد كده ان شاء الله السيشن الجاي هنبدأ في الورشة على طول. فهتبقى كلوز سيشن. الريجستريشن هيقفل. دي نصيحة عامة يعني، ان هو الريجستريشن هيقفل فيري سون، لان احنا ان شاء الله هنبدأ الاسبوع الجاي. فعشان ما تفوتش حاجة او ما تتأخرش او كذا، لو هتاخد القرار خده بشكل سريع. دي نصيحة عامة يعني، اللي هو عشان انت ما تتأخرش او ان انت تخش تبقى مفوت حاجات كتيرة وكذا يعني. خد القرار على طول، يا اما ان انت تشترك مثلا في الورشة، او لو مش هتشترك حط بديل ان انت تستفيد من الصيف، ان انت تحاول تطور من نفسك وهكذا. اهم حاجة ان انت تستغل الوقت يعني. يعني بشكر برضو باشمهندس محمد ان هو كان معانا النهاردة. ومبسوط ان انا سمعت منه ان هو كان معانا شريك ال الليفل 3 يعني، في فكرة الثينكينج بروسيس والمنهج والفاونديشنز والحاجات ديت. ففعلا مبسوط ان هو كان موجود معانا النهارده، وان شاء الله هيكون معاكم خلال الورشة بإذن الله. وفي المحاضرة التعريفية إن شاء الله هكون أنا وهو موجودين، بحيث إن إحنا نديكوا بقى الإيه الفاندمنتالز بتاعت الورشة. هو تقريبا في سؤال، هل في جروبس أو كده الناس اللي عملت ريجستريشن؟ الجروبس هتبقى جوه الورشة نفسها، هنديكوا تفاصيل عنها أكتر لما الورشة تبدأ إن شاء الله يعني. بس إحنا اللي بنساعدكم إن أنتوا تعملوا جروبس يعني. كمان باسل رافع ايده، ممكن اسمع منه بس سريعا كده معلش يا لو باشمهندس، آخر حاجة بس. هو عزت بيوصل سلامه للباشمهندس محمد العلي. هو عزت كان نفسه يخش معانا النهاردة يعني ويتكلموا بنفسه، بس هو كان تعبان ومش قادر، فهو بس يوصل سلام للباشمهندس محمد. يوصل سلام عليك. انت صراحه كنت متوقع اشوفه اليوم صراحه، بس أنا حاسك جاي عشانه أصلا. لا اكيد لا، كلكم والله. بس انا فاكر عشان هو كان دايما بيبعت لي اسئله ودايما بجاوبه عليه، فانا فاكره كويس. هو بس بيسلم عليك كتير يعني، وكان نفسه إنه يشوفك النهاردة يعني. وصل لي سلام. يوصل إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا جدا يا شباب، وبتمنى لكم ليلة سعيدة كده بإذن الله، ونشوفكم في الليفل
بإذن الله كده. في أمان الله.